أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جاهزون مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على امتنانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد حبيب رب العالمين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وأمن وعافية وستر، فأتمم نعمتك وأمنك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنزل رحماتك وثبت المجاهدين في أرض غزة وفي بلاد المسلمين. أيها الإخوة الحضور، السادة العلماء الأفاضل، مع الجلسة العلمية الثالثة في المؤتمر الفقهي الدولي الثاني بعنوان الفتوى والإفتاء المعاصر، الضوابط والمنهجية والآثار. نجلس في هذه الجلسة لنستمع إلى 8 من السادة الباحثين بإدارة ورئيس الجلسة شيخنا الدكتور عبد الوهاب الكندي، ومعنا سيكون الدكتور عطية عدلان والدكتور طه أحمد الزيدي والدكتور عمر طرطماز والشيخ جهاد أمين العايش، فليتفضلوا جزاهم الله كل خير. وإلى فضيلة شيخنا إدارة الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدعو الله تعالى أن تكون هذه الجلسة جلسة مفيدة لنا ولمن هو بأشد الحاجة إلى توجيه العلماء والفقهاء من غيرنا. وأريد
أريد أن أنبه الأخوة الذين هم الآن متوزعون في الصالة على أن يأتون حتى أن نشاهد وجوههم ويكونوا أمامنا. تفضلوا. نحن سياسيا تعودنا على التمزيق وعلى أن يجلس كل واحد في بقعة بعيدة عن الأخرى، ولكن وحتى جلوسنا وجلساتنا في القاعات أصبحت نتيجة ما تعودنا الذي تعودناه عليه بعد سقوط الخلافة العثمانية. نريد أن نبدأ من القاعات حتى أن نعكسها إن شاء الله على الساحات وعلى الأقطار في أقرب وقت. الآن اجتمعنا، وهذا يدل على أننا نحن بأشد الحاجة إلى من ينادينا إلى وحدة المسلمين في جميع الأوضاع والأحوال. ودعوتنا تقبلت بالإجابة، وهذا قد أحيا فينا الأمل الذي نحن نقول في أقرب وقت إن شاء الله الأمة ستكون كمثل الجسد الواحد. أهلا وسهلا بكم ثانيا ومرحبا بكم، لأن ترحيبي الأولى كانت موجهة إلى أمامي وأنتم كنتم يمينا ويسارا، والآن أصبحتم أمامي. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. إخواننا ومشايخنا الكرام، كمقدمة للجلسة أريد أن أذكركم بنقطتين مهمتين. النقطة الأولى، حقيقة موضوع الفتوى الإفتاء المعاصر، الضوابط والمنهجية والآثار، موضوع مهم جدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي لا يجعله مخزونة العلم والمعلومات. من أصبح مخزونا للمعلومات التي لا تعد ولا تحصى لم يكن من الفقهاء، ولم يكن من ذكر بالخير في هذا الحديث الذي نقلته إلى حضراتكم، وإلا لكان الكمبيوتر علامة العصر وأكثر علما من جميع العلماء في العالم. إذن العلم ليست تخزين المعلومات، العلم هو الفقه والاستنباط وتخريج الفروع على الأصول الموافقة للبيئة التي نعيشها والمجتمع الذي نعيشه. من المشاكل التي نحن نعاني منها قيامنا بفتاوى مباشرة، أي بمعنى قراءة الكتب التي تتعلق بالحلال والحرام فرديا واجتماعيا وسياسيا بدون أن نحقق ونعمق النظر في الموضوع الذي ننقل فتاوى التي أتت إلينا قبل مئات السنين. نعم، لا اجتهاد مع النص، ولكن الاجتهاد ما دام اجتهادا من الأدلة والبراهين التي تدل على أنه اجتهاد، تغييره وتصحيحه وتبديله، أو على الأقل أن يكون مناسبا لإعادة النظر فيه. فإن لم يكن مناسبا لإعادة النظر في الاجتهاد، هذا لا يقال له هو اجتهاد، لأن إعادة النظر لا يمكن أن تتحقق إلا في النصوص، ليس في الاجتهادات. من المشاكل التي نحن نعاني منها اعتبار الفقيه أو الفقهاء أنفسهم بأنهم على أدق علم من جميع المعلومات التي تتعلق بموضوع الذي يفتى في حقه. إذن لأجل حل هذه المشاكل، لو الفقيه والفقهاء قاموا بإيجاد أو بتوزيع فتوى من الفتوات التي تتعلق بقضية سياسية أو بقضية اقتصادية أو بقضية اجتماعية،
يجب على الفقهاء كبحثهم العلمي الأصولي أن يكون بجنبهم باحث وخبير في الموضوع الذي سيقدمون له الفتوى. بعض الفتاوى لا يمكن أن يقوم به المفتي قبل أن يختبر الموضوع من الطبيب ويعمق النظر في هذا الموضوع الذي يتعلق بالطب، أو سياسيا قبل أن يطلع على الموضوع من خبير سياسي في الموضوع الذي يريدون أن يقدمون فتوى فيه. لذلك أريد أن ألخص كلامي المرتبط بهذه الجلسة وليس في خارج الجلسة. مثل الفقهاء كمثل الأطباء، مهما كان الطبيب عالما وماهرا وعميقا في جميع العلوم التي تتعلق بالطب، لو لم يقم بالفحص، لو لم يطلع على المرض، ولو لم يعلم المريض، بدل أن يقوم بمعالجته قيامه بالمعالجة تنتج موت المريض. إذن لو وضعنا المشبه بجنب المشبه به الذي أنا قمت من باب التشبيه به، أظن بأن الرسالة رسالة قد وصلت إلى من يجب أن يرسل إليه أو يستصل إليه، وهي رسالة تحتاج إلى شرح وأن تكون مؤلفة من مئات الورقات. هذه كمقدمة من المقدمات. المقدمة الثانية، النقطة الثانية أنا سأضع النقطة أمامه، بعد ذلك إن شاء الله عندما يجد وقتا سأقوله لكم حتى أن لا أخذ الوقت. بارك الله فيكم. الآن نحن مع فضيلة الدكتور حبيبي وأخي الصادق ضوابط الإفتاء في النوازل السياسية الدكتور عطية عدلان. بس أريد أن أنبه أخواني على التزامهم بالوقت المحدد لهم، ومن ابتداء لو وصلوا إلى الوقت الذي حدد لهم لو أرادوا مني ثانيتين التجاوز لن أقبل، وسأنبههم قبله بدقيقة حتى أن نلتزم بالوقت، وحتى أن نكون من المنظمين، حتى أن لأجل أن نكون من المنظمين. بارك الله. هذا اعتذار قبل الابتداء. والآن الساعة أمامي 15 دقيقة بدون إضافة ثانية. ها؟ هو خذ. خلي المايك عند رئيس الجلسة. هذا تريد هذا؟ لا عندكم. ايضا هذا ايضا هذا ينتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر تحفه الملائكة وتظلله الرحمة ويذكر الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأن يلهمنا الله عز وجل رشدنا، وأن يقينا شر عثرات أنفسنا. ضوابط الفتوى في النوازل السياسية. لعلنا في أيامنا هذه وقد احتدمت الأحداث واحتشدت النوازل على فم الإفتاء، لعلنا نتفق على أن السياسة أو ميدان السياسة هو أكثر الميادين الذي تصاعدت فيه في الفترة الأخيرة الأحداث وكثرت فيه النوازل، وصار هو الميدان الحساس الذي ينبغي أن تكون الفتوى فيه منضبطة غاية الانضباط، وإلا سيترتب على ذلك حتما ضلال بعيد وانحراف شديد لا يساويه ولا يدانيه أي ضلال أو انحراف في أي ميدان من الميادين. ومن ثم نقول إن ضبط الإفتاء
في هذا الميدان تحديدا، الإفتاء والاجتهاد والبحث في هذا الميدان تحديدا ينبغي أن يولى عناية كبيرة. وإذا كانت الضوابط الأصولية العامة معلومة لدى الجميع، فإنني سوف أركز على بعض الضوابط التي ربما تكون يعني أكثر عمومية، ولكنها في ميدان السياسة الشرعية بالغة الخطورة. وسوف أوجزها أولا أو أذكرها إجمالا ثم أفصل في بعضها بعض التفصيل حتى لا أضيع الوقت. هذه الضوابط أبدأها ب هذه الضوابط تتلخص في الآتي: أولا ضبط المرجعية، ثانيا فهم الواقع السياسي المعاصر وإدراك الفوارق بينه وبين السياسة في الإسلام، ثالثا ضرورة التفريق في النظر وفي الحكم كذلك بين ما كان من قبيل المبادئ والأحكام وما كان من قبيل الأدوات والآليات والأمور الفنية، ضرورة التفريق لا سيما في النظر إلى الوافد إلينا وفي الحكم عليه بين الأمور التي هي من قبيل الأحكام والمبادئ والأسس وما كان من قبيل الأمور الفنية التقنية والمبادئ والآليات والأدوات. ثالثا التجافي عن ردود الأفعال عند الحكم على الوقائع السياسية. رابعا عدم الانطلاق في البحث والاجتهاد والإفتاء من الهزيمة النفسية التي تصيب المغلوب في كثير من الأحيان. خامسا الاستقلال العلمي ورفض الإملاءات. سادسا استصحاب القواعد الفقهية الكلية عند الحكم على الوقائع. سابعا وأخيرا وضع أهداف غائية للاجتهاد في ميدان السياسة الشرعية، الاجتهاد والإفتاء في ميدان السياسة الشرعية، سوى الأهداف الآنية التي تستدعيها النوازل، مثل هدف بناء التصور الصحيح للمشروع الإسلامي ولا سيما في ميدان السياسة. وأبدأ بالضابط الأول وهو ضبط المرجعية. يخطئ الكثيرون ممن يعالجون مسائل السياسة الشرعية عندما يرجعون إلى كتب السياسة الشرعية التراثية مباشرة ليعالجوا نوازل معاصرة أو ليضعوا تصورا لشكل النظام الإسلامي أو يعني يتحدثوا عن المشروع الإسلامي في جانبه السياسي، عندما يعودون مباشرة إلى كتب السياسة الشرعية التراثية مثل الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى والغياثي والقرقشندي وابن جماعة وغيرها من هذه الكتب على جلالتها وعظمة قدرها، لا يصح الرجوع إليها مباشرة قبل الرجوع أولا إلى المصادر الرئيسية: الكتاب، السنة القولية، السنة العملية وهذه أهم في ميدان السياسة، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الراجح، الحديث الصحيح المشهور، وهو حديث العرباض بن سرية عندما قال لنا اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال إيه؟ ثم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمقصود بسنته هنا بالدرجة الأولى على الأقل إن لم يكن هو المقصود كاملا، والمقصود بالدرجة الأولى هنا هو سنة الخلفاء الراشدين في السياسة والحكم وإدارة الشأن العام، لأن الحديث سياقه في هذا الشأن في السياسة والحكم وإدارة الشأن العام، بدليل أنه تعرض لمسألة إيه؟ الطاعة، اسمعوا وأطيعوا أنت أمر على عبد، ووصف الصحابة بالوصف السياسي وليس بالوصف العلمي، بالوصف السياسي وهو إيه؟ الخلفاء الراشدين. وهذا يدل على أن السياق سياق سياسي، بما يعني أن المقصود الأول على الأقل المقصود الأول في السنة هنا هو سنتهم في السياسة والحكم. هذا هو المصدر الرئيسي الذي ينبغي أن نستقي منه تصورنا عن السياسة الشرعية بشقيها: شق الممارسة والأداء والتعاطي مع الأحداث داخليا وخارجيا، وشق البناء النظام السياسي الإسلامي وتصوره بشكل صحيح بما يجمع بين يعني الأسس الشرعية وبين المعطيات التقنية المعاصرة. وذلك لأن ثم يعرج بعد ذلك
قبل الكتب السياسة الشرعية التراثية يعرج بعد ذلك على كتب الفروع في أبواب الإمامة والجهاد والمعاهدات وغير ذلك، ثم على كتب التفسير والشروح الحديث، ثم بعد ذلك في المرحلة الأخيرة على كتب السياسة الشرعية التراثية والمعاصرة. ذلك لسببين: السبب الأول أن هذا هو الترتيب الصحيح. السبب الثاني هو أن كثيرا من المسائل في كتب السياسة الشرعية التراثية فيها بعض الإشكالات. وأقول الإشكالات لا أريد أن أقول إنها كما يبالغ البعض ويشنع البعض، لا، هي كتب جليلة وعظيمة النفع بالفعل، لكن هناك بعض الإشكالات. من هذه الإشكالات مثلا استصحاب المصطلح بعد تفريغه من مضمونه. هذه إشكالية وقع في الفقه السياسي التراثي. استصحاب المصطلح والإبقاء عليه بعد أن تفرغ من مضمونه. هو تفرغ من مضمونه تلقائيا، مثل مصطلح الاستخلاف الذي رووا فيه إجماع الأمة على إيه؟ على انعقاد الإمامة بالاستخلاف. الاستخلاف الذي أجمعت الأمة على انعقاد الإمامة به لم يكن هو ذلك الذي وقع متأخرا في الدولة الأموية العباسية وكان في حقيقته توريثا وملكا، وإنما وقع في صورة وفي شكل الاستخلاف الذي قرر العلماء أنه تنعقد به الولاية هو إيه؟ عهد الخلفاء الراشدين. فإن وقع مثل هذه الصورة في أي عهد كانت صحيحة، وهي إيه؟ أن الاستخلاف لم يكن سوى ترشيح فقط من الإمام السابق للإمام اللاحق، وهذا الترشيح ما كان لينهض وحده لإنجاز عقد الإمامة للإمام الجديد إلا بموافقة الأمة ومشورتها قبل وبيعتها بعد ذلك الترشيح. والذي تأمل كلمات سيدنا أبو بكر الصديق وهو يرشح سيدنا عمر للخلافة، قال إيه؟ أيها الناس إنه قد نزل بي ما ترون وما أظنني إلا لما أتي. يعني أنا خلاص، يعني حكما كأنني خرجت عن منصبي وعدت معكم إلى موقع أهل الحل والعقد فصرت واحدا منكم. فإن اخترتم فاختاروا من شئتم، فإن اخترتم على حياة مني كان ذلك أدعى لا تختلفوا بعدي. فذهبوا ليختاروا فاعتص عليهم الأمر، فعادوا إليه وقالوا إيه؟ أرئ لنا يا خليفة رسول الله، يعني شور علينا يعني. فاقترح سيدنا عمر بن الخطاب، فدار السجال المشهور ثم في النهاية بايعوا، ثم كانت البيعة العامة في المسجد. فهذه صورة الاستخلاف الذي قال العلماء عنه إنه هو إيه؟ هو يعني طريق من طرق التوليد، ويعني كلا الطريقين لا يختلف كثيرا عن الطريق الأول، وهو الاختيار المبتدأ من أهل الحل والعقد، ثم تصديق الأمة أو مصادقة الأمة على اختيار أهل الحل والعقد. هذه إشكالية موجودة يحدث بسببها خطر كبير في هذه المسألة لم يقصده العلماء، وإنما المشكلة هي أنه تم استصحاب المصطلح بعد أن أفرغ من مضمونه. المشكلة الثانية هي استدامة فتوى أو حكم له زمانه وله ظروفه صدر من العلماء لضرورة. استدامة هذا الحكم أدى إلى التباس كبير في الواقع المعاصر، كحكم التغلب. فقد حكم العلماء ابتداء من سيدنا عبد الله بن عمر الذي قال قولاته المشهورة: نحن مع من غلب. حكموا يومها بأن من غلب خلاص يصير إماما. استدامة هذا الحكم في كل زمان هذه إشكالية كبيرة وخطيرة جدا جدا. لماذا؟ لأن التغلب أيامها كان له ظروفه. الأمة طيب نذهب إلى فهم الواقع السياسي المعاصر وإدراك الفوارق بين السياسة في الإسلام والسياسة في الواقع المعاصر. لا بد من هذا جيدا، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. كثيرة هي المسائل التي وقع فيها الخلط بسبب النقص الشديد في فهم الواقع السياسي المعاصر. فالذين تبنوا القول
بمسائل كثيرة من المسائل المعاصرة. لا أريد أن أتعرض لضيق الوقت يعني. تبنى كثير من الناس يتبنى أقوالا تطرح في الواقع المعاصر على أنها موافقة للإسلام، وتبنوا هذه الأقوال دون أن يفهموا جيدا واقع هذه النظم، وواقع هذه المعاملات، وواقع هذه العهود والمعاهدات، مثلا معاهدة السلام مع العدو الصهيوني، التطبيع مع العدو الصهيوني الذي حمله كثير من المفتين من كبار المفتين، حملوه على ايه؟ على الهدنة، وحملوه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا وهذا قريشا في الحديبية، وحملوا هذا على ذلك لانهم لم يفقهوا واقع هذه المعاملة التي بين الصهاينة وبين حكام العرب. فبسبب ضعف فقه الواقع تبنوا قولا خاطئا تماما، يعني واعتمدوه على أنه فتوى، وهو في الأصل لا يروج بفيلس أكله الصغير. الضابط الثالث هو ضرورة التفريق في النظر بين الواقع، بين ما كان من قبيل العبادة والأحكام وما كان من قبيل الأدوات والآليات. يعني هنا الوافد علينا من الغرب ومن الأمور الأخرى كثير جدا جدا. لا بد أن نفرق. إذا قلنا إن الحكمة ضالة المؤمن، لا بد أن نفرق بين ما كان من قبيل العبادة والأحكام. فما كان من قبيل العبادة والأحكام فديننا أغنانا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا أغنانا عن ذلك كله، فلسنا بحاجة إلى مبادئ أو أحكام تأتينا من هنا وهناك. ديننا كامل بذلك. أما ما كان من قبيل الأدوات والآليات فقد وسع الله علينا فيها، فالحكمة فيها ضالة المؤمن. فهناك أدوات وآليات كثيرة جدا جدا. قد تجعل من الأدوات والآليات مثلا، قد تعتمد من الأدوات قد، وهذه مسألة يسعى فيها الخلاف. قد مثلا ننظر إلى مسألة مثل مسألة ما يسمونه مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا في نظري ليس مبدأ، إنما هو آلية. المبدأ هو عدم الاستبداد. طب من آليات منع الاستبداد إيه؟ الفصل بين السلطات وتوقيت عقد الإمامة. فقد تنظر إلى أن هذه مجرد أدوات لتحقيق مبدأ جاء به الإسلام قبل الغرب وهو منع الاستبداد، فترى، وقد لا ترى ذلك. هذه مساحة تدخل في الأدوات والآليات. فإذا فرقنا بين ما كان من قبيل الأحكام وما كان من قبيل الأدوات في النظر إلى الوافد، عندئذ نسلم من كثير من المشكلات. كذلك من الضابط التجافي عن ردود الأفعال عند الحكم على الوقائع السياسية. الوقائع السياسية لها تأثير كبير جدا جدا على الشعور وعلى الإحساس وعلى يعني العقل، ولذلك تجد الانفعال يصحب الانحراف. عندما يقع انحراف ما أو يقع حادث ما، الانفعال يكون شديدا، فينطلق العالم أحيانا من ردة فعل فيبالغ في النظر إلى هذه الواقعة ويتخذ قرارا عكسيا يؤدي إلى إيه؟ إلى الانحراف في الفتوى. وهذه أمثلتها كثيرة جدا جدا. من أمثلة ذلك على سبيل المثال يعني الإخفاقات التي وقعت بسبب الحركات الجهادية التي انتشرت في الواقع المعاصر. إخفاقات كثيرة وكوارث كثيرة فعلا وقعت. الانفعال الشديد والانطلاق من ردة فعل أدى إلى أن كثير ممن يتعرضون للإفتاء والبحث والاجتهاد يضعون شروطا للجهاد لن يضعها العلماء الأوائل، كما الذي يقول مثلا تكافؤ القوة. ما لا يوجد هذا أصلا، لا يوجد هذا الشرط أصلا حتى في جهاد الطلب. وسحبوا الشروط التي تضعها العلماء في جهاد الطلب أو جهاد الغزو والفتح الذي تمارسه الأمة بارتياح ونفس مستريح. سحبوا هذه الشروط على على جهاد الدفع الذي عم وطم في هذه الأيام. جهاد الدفع الذي حكم العلماء بأنه يعني فرض عين، وتخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده والمدين بغير إذن الدائن وإلى آخره. سحبوا هذه على تلك وقالوا لابد من كذا وكذا وكذا. هذه ردة فعل، ما دفعهم إلى هذا إلا ردة الفعل. فالعالم لا يصح أن ينطلق من رد فعل، وإنما ينطلق من النصوص والأحكام الثابتة. الضابط الخامس عدم الانطلاق في البحث من الواقع المهزوم، وهذه لعلها مشهورة ومعروفة لدى الناس كثير. الاستقلال العلمي ورفض الإملاءات. الاستقلال العلمي، الاستقلال عن الأنظمة وما تمليه، الاستقلال عن جهات الدعم وما تمليه، الاستقلال عن المذهب
المذهب والاتجاه والجماعة وما تفرضه على الإنسان. الاستقلال التام، لا بد للعالم أن يكون لا أقصد مستقلا يعني يأخذ جنبه ويكون وحده، لا طبعا يكون منخرطا في الجماعة، لكن يستقل في تحرير الحكم وفي تحرير الفتوى. استصحاب القواعد الفقهية الكلية عند الحكم على الوقائع، مثل قاعدة مثلا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وقواعد الموازنة للمصالح والمفاسد مثل اختيار أهون الشرين وارتكاب أخف الضررين، واحتمال أعلى المفسدتين وتحصيل أعلى المصلحتين وتفويت أدناهما، واحتمال أعظم المفسدتين أدنى المفسدتين للدفع علىهما، وما إلى ذلك من حتى القواعد الكبرى مثل الأمور ومقاصدها. كم بقي؟ تجاوزنا بقي 3 دقائق. تمام سيدي، بارك الله فيك. أعيدنا عليكم الكرم يا مولانا. الأخيرة هي وضع أهداف غائية للاجتهاد في ميدان السياسة الشرعية. يعني لابد أن يكون المجتهد والمفتي والباحث في ميدان السياسة الشرعية لابد ألا يكون جزئيا أو مجزئا للمسائل، لابد أن يضع إطارا عاما لاجتهاده ونظره. هذا الإطار العام يأخذه إلى النظر الكلي إلى المشروع الإسلامي في جانبه السياسي الذي تحتاجه الأمة وتنتظره. فعندما يستصحب هذا ويجعله غاية لاجتهاده ونظره وبحثه، فغالبا ما تصيب الفتاوى التي يصدرها في النوازل الجزئية. وإن من أعظم النوازل التي كشفت كثيرا من الاضطراب في بعض الفتاوى البعيدة عن الاعتدال نازلة طوفان الأقصى وما ترتب عليها من خير عميم للأمة الإسلامية. يكفي البلاغ والبيان بقضايا الإسلام، يكفي أنه صار من الآن فصاعدا العالم كله سيسأل عن الإسلام ويبحث عن الإسلام ويبحث عن المسلمين، وصار الناس كلها تنظر الآن إلى أنظمتها كيف تنافق وكيف تواري وكيف تكيل بمكيالين، وكيف أفلست الحضارة المعاصرة عن أن تعطيهم شيئا يعتزون به أو يجدون فيه إنسانيتهم. كثير اضطربت مواقفهم تجاه هذه الواقعة ولم يعرفوا كيف يحكموا فيها بسبب عدم تصورهم للمشروع الإسلامي تصورا كاملا. أسف جدا جدا على الإطالة، وأشكر فضيلة الشيخ لهذه السماحة وهذا الكرم، وأشكركم لحسن استماعكم. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وشكرا لكم خصوصا التزامكم أو لما نحن أعطيناه لكم من الوقت. الآن حقيقة الموضوع أنا في الحقيقة كنت أريد أن أسمعكم أكثر وأكثر، لأن الموضوع موضوع حلو ومهم وقدمتموه لنا بلسان أحلى. الله يكرمك. وبعلم عميق. الله يكرمك. إن شاء الله في وقت آخر نريد أن نسمعكم بشكل طويل بشكل يشفي صدورنا. الآن تبع الأخوة القائمون على البرنامج على المؤتمر هم الذين حددوا لنا الوقت، وأنا أبلغكم بالتحديد، وما على الرسول إلا البلاغ. 15 دقيقة. ومعنا الآن الدكتور الشيخ طه الزيدي حفظه الله. تفضل. وموضوع كلمتكم صناعة الإفتاء في النوازل السياسية. ما شاء الله، أنا وجدت نفسي سعيدة بموضوعين سياسيين لأنني عشت في السياسة كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، الذي أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد الدكتور كامل صلاح رئيس المؤتمر، رئيس رابطة
العالمين للفقهاء على تحت الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك إلى الدكتور عبد الوهاب رئيس هذه الجلسة، وإلى الأخوة الذين يشاركون هذه المنصة، وإلى الحضور جميعا. طبعا حديث منذ الأمس وإلى اليوم نتكلم عن الفتوى وعن المفتي، وحديث اليوم يتكامل معهم بالحديث كيف نصنع المفتي، كيف يتم تكوين وتأهيل المفتي. وفي باب واحد هو صناعة الإفتاء التخصصي المعاصر، المفتي السياسي المدجل. طبعا أن شيوع التوسع في المعارف والعلوم والتشعب في مجالات العمل يقتضي مراعاة التخصص في الأداء الوظيفي الشرعي والعام، ومنه مراعاة التخصص في الإفتاء، وهذا ليس من باب تقليل شأن المفتين أو تقييدهم، وإنما من باب إعلاء مكانة الفتوى وقوة ضبطها، وإكرام العلماء وإجلالهم في مجال الإفتاء. ويعد التخصص في الفقه أو الإفتاء تطورا في الفقه الإسلامي له جذوره منذ عصر التنزيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. فهذا تخصص يشير إلى أنهم علماء لكن قد برعوا أكثر في مجال من المجالات، ولعل من روائع الشريعة احترام التخصص العلمي. وأيضا ظهور المجامع الفقهية التي تستند إلى الاجتهاد الجماعي في معالجة القضايا التخصصية الدقيقة في جزئيات الفقه المعاصر، كل ذلك يستلزم تكاملية في التخصصات الشرعية، إذ لا بد من فقهاء متخصصين حتى يؤتي الاجتهاد ثماره. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الفقيه أو المفتي المتخصص في مجال معين، بل في فرع من فروعه كفقه المالية والمصرفية، وفقه التعاملات الإلكترونية، وفقه السياسة الشرعية المعاصرة، وكذلك الفقه الطبي والأمن وما شابه ذلك. ينتظم حديثي وإياكم في هذه الورقة البحثية في محاور، منها صناعة الإفتاء وتكوين المفتي المتخصص، برنامج صناعة المفتي المتخصص، تعزيز الفقه التخصصي في مؤسسات الإفتاء الجماعي، إقامة مؤسسات البحث والتنمية في السياسة الشرعية. فيما يتعلق بالمحور الأول صناعة الإفتاء وتكوين المفتي المتخصص، يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الأمة أن يكون منها طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين، حفظا للشرع من الضياع، وأن يكونوا صالحين للفتوى والإفتاء والقضاء، فإنهما من أظهر فروض الكفاية، وبهما يتحقق القيام بعلوم الشرع. ويدل على هذا الحكم الشرعي في إعداد المؤهلين للإفتاء قول الله تعالى: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحاجة لصناعة الإفتاء وتكوين المفتي، يقول الشيخ ابن بية: الفتوى صناعة، وهذا الأمر يعطينا إلى أن تحجيم دور مساحة فقه الرويبضة الذي انتشر لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، فقه الرويبضة وتقليل تأثير المتعالم والمتفقه المضل، يكون بتهيئة المؤهلين وتقديمهم. قد لا نستطيع أن نمنع المفتي المضل والرويبضة أن يظهر إعلاميا، لكن من واجبنا أن نصنع المفتي المقرب. يقول ابن حزم وهو يتكلم عن البوادي، ابن حزم يتكلم عن البوادي إذا لم يكن فيهم من أهل العلم، قال: إن كان الإمام يعلم ذلك، يعلم أن هناك جهل ما في عالم، فليرحل أن يرسل إليهم فقيها يعلمهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى إلى اليمن وأبا عبيدة إلى البحرين معلمين الناس أمور دينهم، ففرض ذلك على الأئمة. وقد حدد الميثاق الفتوى الصادر عن المؤتمر العالمي للفتوى وضابطها في مكة المكرمة عام 2009 وجود خلل في تأهيل المفتين، فقد نص على ضعف الإعداد والتأهيل، فضلا عن قلة عدد المؤهلين في مجال الإفتاء مع اعتزازه وتقديره لمن هو مؤهل.
برنامج صناعة المفتي المتخصص له مسارات صناعة المفتي المتخصص. المسار الأول تتبناه، أبدأ من الأعلى ثم تتبناه الحكومات والحركات الإسلامية المتنفذة بتشكيل فريق من المستشارين المتخصصين يتصدرون مجالس الشورى الشرعية لدى هذه الحكومات والحركات، ويرجع إليهم في الإفتاء المتخصص بشرط عدم فرض قناعات أو إملاءات مسبقة عليهم، على هؤلاء المفتين. المسار الثاني تتبناه الجهات الشرعية من مرجعيات أو هيئات أو مجالس الإفتاء، فتكون مستقلة غير حكومية ولا تابعة لحركة أو تيار سياسي، بقصد تكوين طبقة من المفتين المتخصصين للإجابة على الأسئلة والفتاوى المتعلقة بمسائل تتعلق بمجال تخصصهم السياسي الشرعي، مع تمكن من تحرير محل النزاع في هذه المسائل، ويطلق عليهم أهل الاجتهاد التخصصي. المسار الثالث تتبناه المؤسسات الأكاديمية الشرعية، مثل تخصيص أقسام في كليات العلوم الإسلامية للإفتاء، وهذا ما نادى به قطب ثاني، للنهوض بهذا العلم وإعطائه ما يستحق من العناية والاستقلالية، فكل علم يستقل يتطور. واستحداث تخصص دقيق جديد بعنوان الإفتاء أو الإفتاء التخصصي، واختيار عناوين تتعلق بقضاياه المعاصرة للرسائل والأطاريح العلمية. عناصر برنامج صناعة الإفتاء وتكوين المفتي: أولا الغاية والمقصد، تحصيل ملكة الإفتاء التخصصي، وهي صفة راسخة في النفس تمكن المفتي من بيان الحكم الشرعي في المسائل المتخصصة المعاصرة استذكارا أو استنباطا وتنزيله على الواقع، من خلال تمكنه من استحضار النصوص وتخريج، كما بين فضيلة الدكتور عطية، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، والقدرة على الترجيح بين الأقوال، والقدرة على الاستنباط وصياغة الحكم، ولا سيما إن تطلب الحكم تفصيلا. وهناك معايير طبعا توصلت إليها فيما يطلق عليه الفقه التكاملي. الفقه التكاملي أيضا معايير الإفتاء التخصصي السياسي التكاملي، سوف أكتفي بذكر المعايير فقط. المعيار الأول مراعاة الشأن العام في الإفتاء السياسي، ليس شأن خاص، شأن عام. الثاني التوازن بين فقهي النص الشرعي ومقاصده. الثالث التوازن بين فقهي الواقع والتوقع أو الحالي والمآل. الرابع التوازن بين فقهي الأولويات والموازنات. الخامس مراعاة فقه الأحوال والمدارك. أما المعيار السادس فهو مراعاة فقه العصر والمرحلة، لكل زمن فقهاؤه. المعيار السابع كما قال الدكتور جزاه الله خير عدم استجلاب النصوص مع اعتزازنا بها. المعيار السابع والأخير اعتماد الاجتهاد الجماعي المؤسسي لذوي الاجتهاد التخصصي، جماعي وأيضا تخصصي. فيما يخص مراتب تأهيل المفتي المتخصص: أولا التأهيل المعرفي، بناء قاعدة معرفية شاملة لإعداد المفتي المتخصص، وبذلك تكون مصادر المعرفة متنوعة وتشمل فضلا عن الدراسات الإسلامية والدراسات التخصصية مقدمة في بعض العلوم السلوكية مثل علم النفس والاجتماعي وعلم الإدارة والقيادة والسياسة والإعلام وما شابه ذلك. القراءة النقدية لتنمية التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. أنا دائما أقول الذين يدرسون اليوم أصول فقه يدرسون تاريخ أصول فقه، وليس الفقه الذي أصول الفقه الذي يمكن الدارس من الاستنباط، لتترسخ لديه ملكة النقد والترجيح عند الموازنة بين الأقوال المتعددة وعند تزاحم الأحكام وتزاحم المصالح فيما بينها، وكذلك تزاحم المفاسد مع بعضها. التأهيل القيمي، وقد كفانا العلماء الأجلاء في الجلسة الأولى الحديث عن تقوى المفتي والمفتي الرباني. التأهيل القيمي من مقومات المفتي المتخصص أن يكون جامعا لمعاني العدالة من الورع والخشية والتجرد والجرأة بالحق واستشعار معاناة الآخرين، ليعزز الفتوى بلمسات تربوية، ولا سيما أنه يتعامل في فتواه مع قضايا مجتمعية عامة. الفتوى ليست حكما شرعيا، إنما هي حل مشكلة أسرية أو اجتماعية وإدارة لأزمة عامة. التأهيل المهاري: المفتي المتخصص قائد
في ميدانه أو يتعامل بفتوى مع الشأن العام عادة، وهذه الصفة تتطلب في برنامج تأهيل المفتين العناية بتضمين مفردات تتعلق بتقوية المهارات الشخصية القيادية المؤثرة وتعزيز قيم الاعتماد على الذات بسبب المضايقات والإغراءات التي سيتعرض لها المفتي. مشاريع، فقط أطلق بعض المشاريع التي وقفت عليها. مشاريع ممهدة لصناعة الإفتاء وتكوين المفتي المتخصص، مركز تكوين العلماء في موريتانيا، مشروع الإمام الشاب في ماليزيا، مشروع إعداد المفتين في دار الإفتاء المصرية وفي كذلك في المملكة العربية السعودية، مشروع المعهد العالي للإفتاء في العراق وتم تمهيد له ببرنامج كرسي العلماء، مشروع الرديف لمجلس علماء العراق، مشروع تكوين العالم المؤصل في العراق أيضا. إن الحاجة إلى المرجعية الفقهية أو الإفتائية الجماعية تأتي من كونها ضرورة شرعية لها مبررات واقعية ومنطقية. المرجعيات والهيئات ومجالس الإفتاء تتبنى مشاريع الإفتاء في الاقتصاد والسياسة. هذه الآن قضايا عميقة لا يستطيع المفتي لوحده، مع أنه الإفتاء الجماعي والإجتهاد الجماعي يقوم على الاجتهاد الفردي أيضا، فلا ننكر هذا الأمر، وإناقتها بمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والسياسة الشرعية، وأن تحرص على عضوية هذه المجامع الفقهية على عضوية الفقهاء المتخصصين بالاقتصاد والفقه السياسي بصورة دائمة أو مؤقتة فيها، وأن تصدر الفتاوى عنهم بصورة جماعية تشاورية. وينبغي الاستئناس كما قال الدكتور عبد الوهاب بالشخصيات المسلمة المتخصصة في العلوم الاقتصادية والسياسية لإعطاء مزيد من دقة التشخيص والتصور واستشراف مآلات الأحكام في الواقع الاقتصادي والسياسي وفي مآلاته. أسس الإفتاء التخصصي: تقديم الفتوى الجماعية على الفتوى الفردية إذا كانت مبنية على الاجتهاد، وأعتقد أخي الدكتور عمر بالأمس ذكر لنا 4 مسائل في هذا الجانب. مشاركة فعلية من قبل فقهاء متخصصين بالسياسة الشرعية في هذه الفتاوى، ومشاركة تصورية لعدد من الخبراء والمتخصصين في العلوم المختلفة. العناية بالمشاريع العلمية الآتية: إعطاء الأولوية في الدراسات والبحوث للقضايا المتعلقة بالسياسة الشرعية، إعداد موسوعات في فتاوى السياسة الشرعية، إعطاء الأولوية في المؤتمرات لقضايا السياسة الشرعية المعاصرة. إقامة مؤسسات، هذا الأمر مهم جدا، إقامة مؤسسات البحوث والتنمية في السياسة الشرعية، إنشاء مؤسسات متخصصة في السياسة الشرعية مثل مجمع الفقه السياسي، دار الإفتاء السياسي، مركز السياسة الشرعية للدراسات والتنمية لتعزيز التنمية السياسية للقيادات الإسلامية والارتقاء بالثقافة والمعرفة السياسية العامة والشرعية، وتعزيز الوعي الجماهيري تجاه قضايا الأمة، وصناعة القيادة السياسية الإسلامية الكفؤة، ولتقديم دراسات نقدية مهنية ومنصفة للعمل السياسي، وبناء مشاريع علمية في إدارة الملفات السياسية الكبرى لتصل إلى تأسيس تيار سياسي إسلامي منضبط يستطيع خوض العملية السياسية وقادر على تشكيل رأي عام محلي ودولي مساند أو التأثير فيه وصولا، كما اليوم نرى طوفان الأقصى غير حتى الاتجاه العالمي والمظاهرات خير شاهد على ذلك، وصولا إلى تحقيق مرجعية سياسية شرعية تمتلك مقومات القيادة الجماهيرية. مشاريع علمية رائدة في السياسة الشرعية: الاهتمام بالبحوث البينية التي تجمع بين تخصص الدراسات الإسلامية والدراسات السياسية، وضع موسوعة في السياسة الشرعية المعاصرة لدراسة أهم المصطلحات والمفاهيم السياسية ومعالجة التطور التاريخي لها. جزاه الله خير الدكتور عطية أشار إلى الاستفراغ لبعض المصطلحات. وضع دليل للمؤلفات في السياسة الشرعية المتقدمة والمعاصرة، وضع كتاب في طبقات علماء السياسة الشرعية السابقين والمعاصرين لنعرف الرجال، وضع برنامج تدريبي وتطويري للتنمية السياسية، إقامة المؤتمرات العلمية لمعالجة قضايا السياسة الشرعية المعاصرة، عمل مسابقات علمية بحثية في قضايا السياسة الشرعية المعاصرة، تقديم جوائز سنوية لأفضل المؤلفات في باب السياسة الشرعية، إنشاء أكاديمية للسياسة الشرعية لمنح شهادات في هذا التخصص، إنتاج برامج إذاعية تلفزيونية رقمية علمية وثقافية في مجال السياسة الشرعية للارتقاء بالوعي الجماهيري للخروج به من حالة الاستخفاف السياسي التي وضعها فرعون. الخاتمة: أن توسع المعارف الشرعية واعتماد الاجتهاد الجزئي أسهم في ظهور
التخصص في الإفتاء ومنه الإفتاء في قضايا السياسة الشرعية، وأن ترشيد الفتوى السياسية يسهم في معالجة الأزمات التي تمر بها المجتمعات المعاصرة، وأن صناعة المفتي السياسي أصبح من مستلزمات حفظ الضروريات الخمس في بعدها الفردي والمجتمعي. التشديد على أن الفتوى وظيفة خطيرة دينا ودنيا حتى تستقر في النفوس هيبتها وفي القلوب رهبتها. أن الفتوى صناعة تقوم على علم وفن، فمن لا يحسن هذه الصناعة لا يمكن أن يتعاطاها، وكان ما يفسد أعظم ما يصلح. لعظيم مكانة المفتي السياسي ودوره المؤثر في المجتمع، ولقطع الطريق أمام تقديم الرويبضة وتصدر المتعالم، لا بد من اعتماد مقومات للمفتي السياسي، وهي جامع لمعاني العدالة، مجتهد في فقه النصوص، مدرك لمقاصد التشريع وأسرار التشريع، ومحيط بفقه الواقع والتوقع، حريصا على مراعاته. آخر توصية: ضرورة الانتقال بالإفتاء السياسي من التنظير إلى بناء المؤسسات المتخصصة على غرار الاقتصاد الإسلامي. اليوم الاقتصاد الإسلامي ليس تنظيرا، لدينا بنوك إسلامية، لدينا مؤسسات في الاقتصاد الإسلامي والاستثمار الإسلامي، جعلت العالم كله يميل الآن إلى البديل الإسلامي. لابد أن يكون لدينا مؤسسة في ذلك، ومع ضرورة التفكير الجاد بقضية تمكين الإفتاء السياسي وصناعة المفتي وتأهيله من خلال اعتماد مساقات ثلاثة: صناعة المفتي السياسي، تعزيز الفقه السياسي في مؤسسات الإفتاء الجماعي، إقامة مؤسسات البحوث والتنمية في السياسة الشرعية. أشكركم وآسف على الإطالة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا لكلمتكم ولبحثكم القيم ولاهتمامكم بالوقت، وبارك الله فيكم إن شاء الله. وقد قدمت لنا معايير حقيقة مهمة جدا، وأنا أريد أن أضيف على معاييركم السبعة المعيار الثامن، وهو التزام الفقهاء بالمعايير. هذا معيار هذا من المعايير. هذه المعايير السبعة حقيقة معايير مهمة جدا، وأنا معها جميعا. لذلك أضفت عليها معيار الثامن: الالتزام. قراءة هذه المعايير وحفظها لا يسمن ولا يغني عن جوع. بارك الله فيكم. الآن أنا معكم، جزاكم الله خير. الآن نقدم الميكروفون إلى الأخ الفاضل دكتور سعد حتى أن يقدم لنا بحثه، ولكنني أريد أن أستأذن منه. أحتاج إلى ما يحتاجه كل ذي حياة. سأخرج وأتي إن شاء الله. بارك الله فيكم. أكلف الأخ دكتور عمر خلال غيابي برئاسة الجلسة. تفضل. ستغيب كثيرا دكتور، ستغيب كثيرا؟ لا آتي ليس كثيرا حتى نطمئن يعني. أنا آتي، سأتوضأ وآتي. أردت أن أتكلم معكم بلغة المجاز والبلاغة والبيان. لعله الرأي حسب الشرع. بعد ذلك سأتي لك الكلمة. طيب شكرا. لعل غيرك يشاركك نفس المجال. فإن لم يقم بالثورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة أنا لست في جدول الأعمال هذا المؤتمر، لكن أتشرف بالانضمام إليه وبمقابلة السادة العلماء، وخصوصا نحن نتبادل هموم الأمة في أخطر ما يؤثر عليها، ألا وهو الفتوى. في الحقيقة الفتوى في النهاية هي تمثل مخرجات وتمثل نتائج لمقدمات ولمدخلات. فالمقدمات والمدخلات من خلالها تكون هناك عملية الصناعة، وهناك آلية لصياغة الفتوى والوصول فيها إلى حكم شرعي محدد. هناك شيء ما قبل المدخلات وما قبل المقدمات قد لا ننتبه له في قضية الفتوى، ألا وهو الخلفيات الفكرية. الخلفيات الفكرية التي سميناها الأسس.
فكل واحد منا أو كل مفتٍ في السياسة أو في غير السياسة لديه جملة من الخلفيات الفكرية ومن الأسس شعر بها أو لم تشعر، هي تؤثر عليه في صياغته للفتوى وللوصول إلى حالة الفتوى في أي مسألة من المسائل أو نازلة من النوازل. ولأن الحديث عن الفتوى السياسية، نتحدث عن الفتوى السياسية يعني هذا أولا، وثانيا أنا أتحدث عن إشكالية، فالورقة التي سأعرضها لن أذكر فيها الأسس، لكن أنا سأتحدث عن الإشكاليات التي حدثت في هذه الأسس. وقلنا هذه الأسس هي ما قبل الفتوى، ما قبل مدخلات الفتوى، ما قبل التعرف على رأي يعني النصوص الشرعية ودلالاتها، وقبل التعرف على الواقع وصياغة فتوى نهائيا. أنا أحيانا أتساءل أقول الأمة مرت عبر تاريخها بنوازل كثيرة جدا في قضايا السياسة، لكننا لا نشهد خلافا كما نشهد اليوم في فتاوى السياسة في قضايا كثيرة جدا. نعم الخلاف موجود، لكن في نوازل الأمة الكبرى عادة لا نجد ذلك، مع العلم لدينا مذاهب كثيرة، لدينا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وربما حتى الظاهرية كانت منتشرة في فترة من الفترات، لكننا لا نجد. مما أستنتج منه أن الأسس ما قبل الفتوى كانت يعني واضحة، وكانت متقاربة ومتفق عليها إلى حد كبير. وبمفهوم المخالفة أستنتج أن الأسس في زماننا ما بين الاتجاهات الإسلامية وما بين المدارس الإسلامية قد لا تكون واضحة وملتبسة إلى حد كبير، مما ينعكس ذلك على الفتوى السياسية في النهاية جوازا أو تحريما أو أي نتيجة تصل إليها هذه الفتوى. الفتوى السياسية حقيقة هي نوع من أنواع الفتوى المتعلقة بالشأن العام، وهي من أعقد أنواع الفتوى لأنها تحتاج إلى علوم ومعارف وروافد كثيرة تغذيها، فهي لا تحتاج إلى عالم شرعي فقط، وإنما تحتاج إلى مثقف واسع الثقافة، وإلى أن يكون هذا العالم لابد ليس خيارا له، لابد أن يكون عنده يعني نصيب من الموسوعية التي تمثل روافد لفتوى. ذلك أن الفتوى السياسية أو الشأن السياسي هو شأن مركب، فالفتوى هي بطبيعتها ستكون مركبة. يعني الفتوى السياسية وفتاوى الشأن العام هي مركبة من عناصر كثيرة جدا في الحياة. إضافة إلى ذلك أن الفتوى السياسية هي أخطر أنواع الفتاوى، لأن أثرها كبير ومتعلقة بمصائر ومتعلقة ربما تصل الحالة إلى الدماء وتصل الحالة إلى النظم وإدارة المجتمعات ككل. حقيقة إشكالية الأسس أنا أعتقد أنها بدأت قبل أقدرها منتصف السبعينات أو قبل 4 عقود ونصف، وبدأت قبل ذلك. هل توجد إشكالات؟ أعتقد كانت قليلة جدا، لأنه الحقبة التي عاشتها الدول العربية والإسلامية تحت الاستعمار وتحت الاحتلال كان هناك توحد عادة، يعني كان هناك تقارب كبير جدا في الفتوى. لكن مع اتفاقية كامب ديفيد، ثم مقتل السادات، ثم الثورة الإيرانية وموقف الإسلاميين في العالم منها، ثم الحرب العراقية الإيرانية والنظر إلى من هو المعتدي، ثم الحرب الأفغانية مع الاتحاد السوفيتي والدعوة إلى ذهاب المقاتلين من خارج الأفغان إلى أفغانستان، ومدى يعني الآن لو فحصنا هذه الفتوى ما نصيبها، ثم تطورت هذه الثلة بعد ذلك إلى مصطلح المقاتلين العرب وما إلى ذلك. كذلك حقيقة نجد
بعد ذلك جاء دخول العراق إلى الكويت وحرب تحرير الكويت ومن مع هذه الحرب ومن ضد هذه الحرب. ثم جاءت قضية العمليات الاستشهادية في فلسطين وحرب البلقان، إلى أن جاء الحدث الضخم 11 أيلول واضطراب المفتين أو كثير من المفتين فيه. ثم بعد ذلك احتلال العراق وأفغانستان مرة أخرى، وما تلا ذلك من اختلاط المقاومة مع الجماعات الإرهابية والتكفيرية. ثم بعد ذلك جاءت الثورات العربية إلى أن وصلنا إلى يعني في السنوات القريبة إلى تساؤل عن الدول المطبعة، يعني مثلا تركيا ما يصح لها وما لا يصح، ما يجوز لها وما لا يجوز، أو علاقة الفلسطينيين بأطراف تعتبرها أطراف أخرى معادية، أو إلى أن وصلنا حتى إلى طوفان الأقصى والتساؤلات التساؤلات الشرعية التي تردني والتي ربما ترد لآخرين، أنه هل المصالح المرتجات متكافئة مع الكلفة الباهظة؟ أنا هنا لست في سياق الفتوى، وإنما أتكلم عن الإشكالات والأسس التي تحدث. أنا أعتقد حقيقة يعني هناك جملة من الإشكاليات في هذه الأسس هي التي مثلت المؤثر الأكبر في التفاوت والتضارب ما بين الفتاوى. فأقول أولا التمييز بين الثوابت والمتغيرات. واحدة من أكبر الإشكالات في أسس الفتوى بين الاتجاهات وبين المفتين هو التمييز بين الثوابت والمتغيرات. أقصد في الفتوى السياسية وفي المجال السياسي هذا الباب شائك وعويص جدا وملتبس ومتداخل، فكثير من القضايا مما يعدها طرف من الثوابت يعدها طرف آخر من المتغيرات، والطرف الذي يعدها من الثوابت الإفتاء بعكس ذلك أو اعتبارها من المتغيرات فإنه قد اقتحم الحرام. وأما الذي يعتبرها من المتغيرات يعتقد أن الذي يقول بأنها من الثوابت هو جامد على أقوال قديمة أو يتصور ما هو ثابت ما ليس بثابت. وفي العادة من يحول الثوابت إلى متغيرات هو يعني القضية قليلة، لكن الأكثر هو في تحويل المتغيرات إلى ثوابت. وهذا هو يعني المشكل الرئيس في الأسس ما قبل الفتوى. أنا أتحدث عما قبل الفتوى. الأساس الثاني العلاقة بين المبادئ والمصالح. العلاقة بين المبادئ والمصالح. نجد مفتيا يفتي بجواز تصرف سياسي، وإذا بمفت آخر يعترض عليه فيقول هذا فيه خرم وخرق وانتهاك للمبادئ. والسبب في ذلك والعكس، يعني المفتي الأول من الممكن أن يعترض بنفس القضية. فهنا عدم الاتضاح ما بين المبادئ والمصالح، فالأول لديه دائرة المبادئ واسعة جدا، والثاني يقول هناك مصالح تكتيكية ومرحلية تقتضيها الحاجات والضرورات. نعم المبدأ الرئيسي موجود نحن لا نمسه، لكن هناك مبادئ. ويستدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسلم أبا بصير إلى يعني مشركي مكة. المبدأ الظاهر يقول يفترض أن لا يعني المسلم لا يخذل المسلم، فكيف برسول الله وهو يسلم. فهنا عملية التداخل ما بين قضية المبادئ والمصالح حقيقة مشكل كبير جدا يؤثر على يعني الفتوى في نهاية المطاف. الأساس الثالث التفريق ما بين أزمنة الاستضعاف والتمكين. حقيقة التفريق ما بينهما هي واحدة من أكبر الأسس المؤثرة على الفتوى،
فالذي تشبع بقراءة كتب السياسة الشرعية وكلام الفقهاء القديم الذي كتب ربما 90% منه كتب في ظل دولة الإسلام وفي ظل التمكين، هو عندما يأتي إلى واقع استضعافي فإنه يجد ارتباكا كبيرا، لأنه هو الواقع الاستضعاف هناك إكراهات، هناك ضرورات، هناك عدول عن كثير من الفتاة، يحدث الارتباك. ثم يقول الأول أنه نحن لا ينبغي أن نستسلم لواقع الاستضعاف، فهو يفتي بما يتطلبه واقع التمكين، بينما الآخر يذهب بعيدا في الرخص والضرورات والمراعاة الحاجات والإكراهات بسبب واقع الاستضعاف. فهذا من الأسس يعني ما قبل الفتوى التي تؤثر على الفتوى. الأساس الرابع نسبية المصالح والمفاسد. نحن نعلم أنه لا توجد مصالح محضة ولا مفاسد محضة في الشأن السياسي، نتحدث حصرا عن الشأن السياسي. وهذه المصالح والمفاسد هي في كثير من حالاتها في تعارض مستمر وفي تزاحم وتدافع مستمر، وتقدير المصالح والمفاسد نسبي، لذلك قلنا نسبية المصالح والمفاسد، فما يعده فقيه مصلحة يعده آخر مفسدة، والتصرف نفسه في مكان هو مصلحة وفي مكان آخر هو مفسدة بحسب المعطيات والمؤثرات التي تؤثر عليه. فحقيقة نسبية المصالح والمفاسد تؤثر تأثيرا كبيرا، خصوصا في الفتاوى، أو أقول في كوارث الفتاوى العابرة للحدود في الشأن السياسي. فتاوى الكوارث العابرة للحدود في الشأن السياسي التي لا تراعي نسبية المصالح والمفاسد، بحيث تأتي الفتوى معلبة وجاهزة من خارج الحدود لواقع مختلف. دقيقتين. تمام. خامسا نوع التعامل مع التراث السياسي. تراثنا السياسي تراث ضخم ومفخرة للأمة، لكن في الحقيقة هناك كما نستطيع أن نقول المفتون على صنفين: صنف المحافظين الذين يريدون أن يلتزموا بأقوال الجويني والماوردي وابن تيمية ويريدون إسقاطها على ذات الواقع، وما بين المنفتحين الذين لا يجدون غضاضة في تجاوز هذه الأقوال تبعا لمتطلبات الواقع. الأساس السادس الصراع بين المفتي والسياسي. الصراع بين المفتي والسياسي. المفتي السياسي يعتقد أن المفتي لا يدرك كثير من إكراهات السياسة، فيتهم المفتي بأن فتاواه حادة وفيها مفاصلة كبيرة وجزم بالحرام إلى آخر ذلك. ثم يأتي المفتي فيتهم السياسي بأنه يريد أن يتحايل على الفتوى ويريد رخص ويتحجج ويتذرع بوجود حاجات وضرورات بحيث يتجاوز الحكم الشرعي الأصلي إلى استثناءات في الفتوى. الأساس السابع والأخير المقولات السائدة. في الحقيقة ونحن نتحدث عما قبل الفتوى، هناك كثير من المقولات التي تمت أسلمتها في المجال السياسي، لو فحصناها فحصا دقيقا لما وجدنا لها أصولا في الفقه السياسي الإسلامي، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القواعد التي وضعها الفقهاء، ثم اكتسبت درجة القطعية بحيث أصبحت كأنها قاعدة كلية قطعية ينبغي الالتزام بها، بينما هي مقولة لا يعرف من أين نشأت، وربما نشأت من الوسط غير الإسلامي وانتقلت إلى الوسط الإسلامي
فجاء الإسلاميون أو المفتون الشرعيون واعتبروها قاعدة وبنوا عليها الكثير يعني من الأمور. على سبيل المثال مثلا الفتوى التي تقول أنا ما أظهر مثلا في وسائل الإعلام أمام مثلا معادي للأمة، يعني إسرائيلي أو غير إسرائيلي، لأن هذا يعد اعترافا بذلك. من يقول؟ هذا رأيي، لكن من يقول مثلا على سبيل المثال أنه كل عمل سياسي يكون تحت الاحتلال فهو باطل؟ يعني هذه القضية من يقول ذلك؟ يعني بالعكس، عندما نرجع إلى كلام العلماء وتراثنا السياسي نجد العكس تماما، أنه هذا التفريق ما بين وجود الاحتلال وعدم وجود الاحتلال في العمل السياسي والارتباط البطلان لا نجد له أساسا. فهي مقولة أعتقد أنها يعني صدرت في الوسط غير الإسلامي ثم انتقلت إلى الوسط الإسلامي. العمل السياسي برمته مبني على المصالح والمفاسد بوجود احتلال أو بعدم وجود احتلال. جزاكم الله خيرا. ما أردت أن أقول أن هناك القبليات وما قبل الفتوى التي تؤثر تأثير كبير على الفتوى، وهي حقيقة تحتاج إلى مزيد من الدراسات، لأنها تعدل جذور وتعدل يعني الأشياء التي ترسخ في العقل الباطن للفقيه وتؤثر على فتوى، وكثير من هذه الأسس غير متفق عليها وتمثل إشكالية في الواقع الإفتائي. وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا كثيرا الأخ الدكتور سعد، حفظك الله. والآن نحن نريد أن نعطي الكلمة لهذه الوحدة الأولى للباحث الرابع الأخ الدكتور عمر، فليتفضل مشكورا، وهو لا يحتاج إلى أن يذكر بالوقت لأنه دقيق في الوقت. 15 دقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر أستاذ كامل أيضا الذي أعطاني هذه الفرصة لنتناول هذا الموضوع الذي سوف أذكره بعد قليل أمام الإخوة الكبار. في الحقيقة أنا لست مفتيا ولست فقيها، حتى لست طويلب العلم، يعني كما يقول أنا طويلب العلم. أنا تخصصي الدقيق مقارنة الأديان أو مقارعة الفقهاء. أنا سألعب دورا بهذا المجال. عنوان كلمتي في الحقيقة الجمع بين الفقه والعلوم الإنسانية وتنزيله على واقع تدريسا وتطبيقا. هذا العنوان أنا الذي اخترته في الحقيقة عندما تشاورنا مع أستاذ كامل، لكن الآن هناك قضايا كثيرة جدا لا يمكن أن أختصره في 15 دقيقة، لكن الحمد لله الإخوة السابقين الذين تكلموا قبلي يعني جهزوا الأرضية بشكل جيد، خاصة عندما كان يتكلم عن الأستاذ الأخير عن المدخلات والمخرجات. هذا ما كنت أريد أن أصل إليه، بالتالي الأمر تيسر أكثر. العلاقة بين العلوم الإنسانية والعلوم الدينية مسألة جديدة في الحقيقة. المسلمون في التاريخ كانوا يتناولون كل شيء ما يسمى اليوم بالعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، كانوا يتناولونه في إطار الفقه الإسلامي. إذا نظرتم إلى قضايا العلوم الإنسانية كلها موجودة تحت الفقه الإسلامي، لكن بما أن المسلمين يعني تأخروا في تطوير فقههم المعاصر خاصة منذ القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا، الآخرون خاصة الغربيين
أنفقوا وركزوا على هذا الجانب الفقه الاجتماعي نسميه بمفهومنا المعاصر، تقدموا علينا، وبالتالي نحن الآن بدأنا نبلع ما يقدمون إلينا بما يسمى بعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، ونحن مضطرون أن نأخذ هذه الأدوية، ليس لدينا خيار آخر، لأننا لا نستطيع أن نفهم ما يجري في هذا الكوكب إلا بهذه العقلية. لكن هذه العقلية ليس على نمط واحد، وهذه المدرسة أو المدرسة الفكرية للعلوم الإنسانية ليست مدرسة واحدة أيضا، وليست منبثقة من عقول صحيحة، لكن أنت في النهاية مضطر أن تتناول هذه العلوم شئت وأبيت. فالمثال على ذلك الآن نحن تحت هذا السقف نتكلم قضايا جميلة جدا، لكن كلها قضايا داخلية. بالله عليكم لو أخذنا هذه المحاضرة إلى جامعات كبيرة مثلا في القاهرة أو في العراق أو في سوريا خارج كلية الشريعة، فمثلا علاقات الدولية، طلاب علاقات الدولية، علوم السياسية أو قسم علم النفس وعلم الاجتماع، كم بالمئة سيفهمون هذه المحاضرة باللغة العربية؟ وهم عرب، 10 كبير جدا، 10%. إذا نحن في ورطة كبيرة، يجب أن نفهم هذا أولا وأخيرا، أن لغتنا غير مفهومة لدى الجماهير، لغتنا غير مفهومة لدى الشباب الحالي، وما بالك بالمستقبل. نحن لا نتكلم عن المستقبل، وكيف نتكلم بلغة باسم الدين، باسم الفقه، باسم فقه الواقع، والشباب لا يفهموننا. إذن ما هي الجماهير التي نحن نخاطب إليهم؟ يعني من هم سيصدقون كلمتنا وسيقفون معنا أو مع مشروعنا حتى ينجح مشروعنا الحضاري والإنساني أمام الجماهير؟ أنا قلت للأستاذ كامل أنا سأتي لأقول شيئا ربما مزعجا، قال أهلا وسهلا، لذلك استأذنت منه قبل أن آتي. يعني أنا مقدم برنامج تلفزيوني هذه الأيام باللغة التركية، بحثت عن أستاذ كتب عن فقه المقاطعة، فقه الإضراب، لم أجد من كتب في هذا الموضوع. أغلب العلماء وأغلبهم في مجال الفقه يعني ينقلون ما كتب في التاريخ، وكلمة المقاطعة ربما بمفهوم المعاصر والإضراب مفاهيم معاصرة، ولا قلت أنا لشباب المعاصر فقه المقاطعة سيفهمونه مباشرة، إذا قلت فقه الإضراب سيفهمونه مباشرة، ونحن ندندن الشباب لا يفهموننا فعلا. يعني في ليلة البارحة كنت أقدم برنامج تلفزيوني، وفي أيضا أستاذ كان يتكلم، مع أنني كنت أظن أنني أحاول أن أوصل رسالتي إلى جيل الشباب، أنا متخلف جدا حتى في هذا المجال، وما بالك بهذه اللغة التي نحن نتحدث. يعني نعم هذا تخصص، يجب أن يكون التخصص دقيق، وليس بالضرورة كل إنسان يفهم، لكن على الأقل تكون فيها لغة مشتركة. إذن هذا ما أقصده، اللغة المشتركة بيننا وبين الآخرين هي العلوم الإنسانية، لكن هذه العلوم الإنسانية ليست بريئة، في مشاكل. أغلب المؤسسين هم اليهود في هذه العلوم، تمام؟ أنا أعرف ذلك. يعني عندما أقول لكم علم الاجتماع فورا مقدمة ابن خلدون، هل تتذكرون شخصا آخر؟ لا تتذكرون شخصا آخر غالبا، لا أغسطس كومت ولا غيره. يعني ثانيا، هل فعلا أنتم عندما تفتخرون بمقدمة ابن خلدون تدرسونه في مدارسكم؟ هل يدرس في أصول الدين؟ هل يدرس في كلية الشريعة؟ لا أبدا. بس سمعت يوم من الأيام أن هناك من حاول أن يدخل مقدمة ابن خلدون كمادة دراسية في جامعة الأزهر وحاربوه. إذن أين نحن وأين العالم أعلم؟ يعني نحن أولا ندرس هذه الإشكالية، يعني كيف نستطيع أن ننزل هذا الوحي من السماء إلى أرض الآن؟ هذا الوحي لم ينزل في أرض الشعوب، يعني لدينا إشكالية حقيقية. عندما أتكلم بهذه اللهجة قد تنزعجون، لكن أنا أتألم، لأن هذا الدين عظيم، هذا الكتاب مقدس، لكن هذا المقدس، هذا الدين محاميه بعيد عن الشعب، ونحن نريد أن نفرض شيئا على الشعب الذي لا يفهموننا ولن يقبلوننا. الحمد لله أنهم لا يفهمون بالمناسبة، إذا فهموا سيذبحوننا، يعني سيخرجون من الدين ربما جزء كبير منهم. يعني الحمد لله أنهم لا يفهمون. تعرف ماذا يحدث هذه الأيام؟ قديما
كان لا يوجد تواصل كبير. قديم العلماء هم قيادة الشعوب لا شك فيه قديما، وكان لغة الشعب ولغة العلماء كانت متقاربة جدا، على الأقل في مستويات مختلفة، لكن كان في تقارب أكثر. بعد التباعد هذا التباعد كبير، والتباعد الثقافي أيضا والاجتماعي، هم يحبوننا بمظاهرنا فقط. يعني علماء ما زالوا يتوارثون حب العلماء والثقافة، لكن مثقفيهم على الأقل الذي يجلسون مع بعض العلماء فعلا سيخرجون من الملة. يعني الذي يحدث في بلادي الآن على الأقل، ففي كل البلاد العربية تقريبا، هذا التليفون الآن يستطيع يسجل كلامي مباشرة، فبعد المحاضرة يمكن أن أنزله في يوتيوب ويشاهدون. وعدد كثير من الناس الذين لا يستحقون أن يسموا العلماء والأئمة بعمامتهم بملابسهم الدينية يتظاهرون أنهم علماء، وبالتالي يخربون عقول الناس، وإنسان يتعب منه. يعني لو لم أكن أنا مسلما، لو لم أقرأ القرآن والسنة على يد الناس طيبين والمشايخ، والله أنا أتعب نفسيا. يعني إذن مشكلة ثانية، كنت أتكلم عن مشكلة علوم الإنسان. المشكلة الثانية، لا توجد لدينا الرتب العلمية في الدراسات الإسلامية لبناء العالم أو في بناء العلماء. لا توجد لدينا رتب. مثلا عندما يدرس واحد ماجستير ودكتوراه، ماذا يعني بالنسبة للشعب هذا الكلام؟ أو إذا قارنت كتب التراثية، ماذا يعني ماجستير ودكتوراه؟ أنا دكتور في إلهيات أو في دراسات الإسلام، ماذا يعني؟ لا يعني شيئا يعني. لكن في ثقافتنا كانت هناك تراتب علمية في تراثنا، في كتب الفقهية. أنا سأذكر لكم وكلكم تعرفون هذا، لكن هذه الرتب موجودة عند الجيش ولا يوجد عند العلماء الآن. الجيش ما زال جيد صالح للعمل يعني في البلاد الإسلامية. في على الأقل في الثقافة الحنفية، أنا حنفي بالمناسبة، كم بقي ما شاء الله. طيب كيف عندك 15 دقيقة؟ هذا ليس يعني 9 دقائق فقط، 10 دقائق. 5 دقائق. تمام. الحمد لله الذي بارك. أنا أتابع نفسي دقيق يعني. على كل حال، قديما في تراث الحنفي على الأقل هناك تراتب علمائي، أكيد في كل المذاهب الإسلامية، لكن أنا لأنني لا أعرف المذاهب الأخرى بشكل جيد سأذكر لكم الرتب العلمية الموجودة في التاريخ، في التراث على الأقل. كلمة المقلد يعني أنه يفهم الدين ويقرأ القرآن والسنة. ليس في المذاهب الأخرى أو في بيئات الأخرى يظنون أن المقلد هو يعني شيء آخر. في مذهب الحنفي المقلد العامي ليس له مذهب. في رسم المفتي لابن عابدين ويذكر العامي ليس له مذهب، لا مذهب له، مذهبه مفتي فقط. لكن المقلد هو من يفهم القرآن والسنة في مستوى معين، يعني ليس كما يظن بعض الناس. يعني هو يعني يقلد، يعني بمعنى يتخذ قدوة لبعض العلماء، لديه القدرة أن يتخذ قدوة، أن يقلد بعض العلماء. يعني المستوى الثاني المتبع. المستوى الثالث مفتي في المسألة. المسألة الثالثة أو رتبة أخرى مفتي في المذهب، مفتي في المذاهب، مجتهد في المسألة، أصحاب التمييز أو الترجيح في المذهب، مجتهد في المذهب، مجتهد في المذاهب، شيخ الإسلام، حجة الإسلام. كل هذه عندنا رتب علمية. المجدد، المجتهد مطلق، أو إمام الأمة. هكذا أنا قرأته على الأقل أو ضدت بعض الأشياء. طيب بالله عليك، الذي يأخذ تليفونه ويظهر في الشاشة بالملابس الدينية ويتكلم، ما رتبته؟ نحن لا نعرف، لكن نتأثر منه دينيا. لذلك لابد من تقييد. مثلا إن كنت لم أدرس الفقه بشكل جيد وأصوله، لا يجب أن أحترم نفسه، لا أدخل في مجال الذي لست متخصصا. هل أنتم مثلا تستطيعون أن ترسلوا أو تأخذوا أبنائكم في عملية جراحية في المخ إلى طبيب غير خازق؟ لا. لماذا نأخذ الدين من شخص تافه أصلا لم يدرس الدين، ربما أكثر من 2 أو 4 سنوات؟ لا يكفي 4 سنوات دراسة. حتى في كلية الطب 6 سنوات، بعد ذلك إذا لم يتخصص ب5 سنوات إضافية أخرى في موضوع واحد أو مجتهد في المسألة، لا يؤخذ منه الكلام، لا يعتبر حاذقا إلا في الدين، إلا في قضايا الدينية. لذلك أنا أقول مسألة ثانية، رتب العلمية. لابد أن
نركز أو نحدد رتب العلمية حتى لا نقع في المشكلة. انطلاقا من العلوم الاجتماعية، ما زالت العلوم الاجتماعية مطلوبة بالمناسبة مع كل المشاكل الموجودة، إلى أن نكتب العلوم الاجتماعية بمنظور الإسلامي، هذا لابد منها. أول من تفكر في هذا الموضوع في الحقيقة على حسب علمي هو إسماعيل راجي فاروقي رحمه الله، الذي استشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما سمته بأسلمة العلوم. هناك من يقول يوجد من قبله، طبعا في الأمة يوجد أشخاص، لكن تحول هذا المشروع إلى مشروع عملي، تطبيق عملي ظهرت منها جامعات، أكثر من الجامعات الإسلامية، الجامعة الإسلامية إسلام آباد وماليزيا وبنغلاديش وكينيا وما ذلك. أنا أقصد لابد أن نفكر بطريقة أخرى أيضا. يعني في الحقيقة لدينا خبرة، تجربة تاريخية مهمة جدا، ما نسميه بأصول الفقه. أصول الفقه أساتذة هنا أعرف مني وأفضل مني هؤلاء إخواننا. أصول الفقه هو يجمع بين العقل والنقل، هو إنتاج فكر إسلامي فقهي الذي جمع بين العقل والنقل. من لم يدرس القضايا العقلية بشكل متعمق لن يستطيع أن يستفيد في أصول الفقه. إذن لابد أن نبني عليه على الأقل، لكن في نقص في أصول الفقه. لا تفهموني كما يدعو بعض الناس إلى تجديد أصول الفقه وينكر الفقه أصول الفقه. لا أقصد ذلك. الآن أغلبكم درستم أصول الفقه في مؤسساتكم. في أصول الفقه كم حجم جانب التطبيق لأصول الفقه؟ أصول الفقه ندرس يعني ندرس كيف نسبح في البحر، كيف نسبح في البحر. بعد 4 سنوات الطالب لا يستطيع يسبح في البحر. تطبيقات الجانب التطبيقي في أصول الفقه أرى أنه يحتاج إلى تطوير، وهذا بأيديكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نقطة أخرى وأنهي الآن، وصلت إلى 14 دقيقة. أضفنا على وقت 3 دقائق. إذن أخذنا 3 دقائق. طيب، عندنا إذن 3 دقائق أخرى. هنا أنتم هنا تكلمتم في قضيتين أساسيتين ومهمة جدا إلى الآن على حسب ما أتابع. مجال السياسة الشرعية. من له حق أن يتكلم في السياسة الشرعية الذي تخصص في السياسة، في علوم السياسية، صحيح؟ ما هي المواد الدراسية التي تدرس في كلية الشريعة وفي أصول الدين في علوم السياسية؟ إذن كيف سنطور إذا لا ندرس هذه المادة ولا في التخصص؟ كيف سنصنع أساتذة دكاترة فقهاء في السياسة الشرعية؟ سيأتي أستاذ عدلان وسيقرأ بنفسه خارج المنظومة الدراسية ويتعمق فيها بعدين يتكلم. لكن لماذا لا توجد السياسة الشرعية على الأقل تخصص دقيق وأن يكتب فيها بالحرية كاملة؟ والسياسة الشرعية والاقتصاد متلازمان لا ينقسمان، لذلك الغربيون تقدموا علينا أيضا في هذا المجال وسموه political economy، الاقتصاد السياسي. إذا السياسة والاقتصاد متلازمان. الحياة المال عصبة الحياة، كلنا نقول ذلك. لكن يعني عندما نقرأ أبواب متعلقة بالتجارة والمال في الفقه الإسلامي، كم واحد من الفقهاء يستطيع أن يتاجر في السوق؟ كم فقيه يستطيع مثلا يكون جيدا في مجال العمل التجاري إذا لم يكن من أبيه أو إذا لم يدخل بنفسه في مجال التجارة؟ يعني بعيد عن التطبيقات العملية. بينما اليهود يختلف. اليهودي يربي ولده منذ صغره على المال، فبذلك هو ينجح. إذا ذهبت إلى محل تجارة تركية تسأل منه شيئا تركي مسلم، تسأل مثلا هل عندك مثلا جبنة أو الماء؟ يقول لا، ليس موجود. خلاص انتهى الموضوع. طبيعي جدا انتهى الموضوع. لو ذهبت إلى بقالة يهودية، أهلا وسهلا ما شاء الله، ماذا تريد؟ جبنة. كم تحتاج من الوقت حتى أوفر لك؟ يمكن تأتي بك غدا بعد غدا. معاملة مختلفة، مع أن الدين الإسلامي تركز على المعاملة، الدين معاملة. لذلك التطبيقات العملية في هذه القضايا يحتاج إلى طيب، أنا الآن بقي لي دقيقة وأنهي بعدها. طيب،
بارك الله فيك. كلمة أخيرة، في كلمة أنتم تسمونها خوارزم. خوارزم يعني إيه؟ الجوريثم باللغة التركية أو بالإنجليزية. أريدكم فقط أن تطبقوا، أستاذ يفهمني جيدا، خوارزمي في أصول الفقه. فلسفة خوارزم العملي نطبقه في أصول الفقه أو في إخراج الفتوى في أرض الواقع. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله جميعا يا من أفادونا بكلماتهم وببحوثهم، وبارك الله في المتكلمين والسامعين. الآن أتينا إلى مادة المداخلات والمناقشات في هذه النقاط، في هذه النقاط التي نحن ذكرناها حسب المكتوب أمامي. تفضل صلاح. نكتب بأربعة أخرى. جلسة واحدة. هي واحدة بس عشان الكراسي. نغير الكراسي. نأتي بوجود نترك المناقشات لآخر الجلسة الثانية، أو أنا أفضل أن تكون المناقشات 4 الآن والأربعة الأخرى بعدهم. أحكي لك هذا. أحكي. 10 دقائق مناقشات. تمام جيد. فليأتي الآخرون الآن إلى المنصة، والمتكلمون هم يبقون هنا أخي. تمام إن شاء الله. تفضلوا دكتور بشير. لا أخي لا بدأ على أحد. أنا سأل شو ينظر إليهم وأقول لهم تكلموا. نعم. حتى نقول لك. نعم. دكتور حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميد الله من أفغانستان. بالاختصار الله يجزيه خير دكتور سعد ودكتور عمر فاروق أشاروا إلى نقاط مهمة جدا، ودكتور سعد اختصر موضوع الفتاوى وما آلاته. أنا أشير إلى نقطتين: أثر الفتاوى القديمة في أفغانستان، ومنه فتوى للأسف في بداية الاتحاد السوفيتي أن هناك جاءوا إخوة من السلفيين المتشددين وقالوا أن هنا الحرب بين الإلحاد والشرك، ونحن نعاني حتى اليوم من هذا الويلات. يعني بدأوا الحروب الداخلية بين الأحزاب الإسلامية باسم السلفية وللأسف ليس الحنفية والشرك، لأن من أعطى هذا الفتوى لم يعرف طبيعة البلد، لم يعرف طبيعة الشعب، لم يعيش هناك. يعني فتاوى في علب صادرة جاءوا إلى أفغانستان، وقتل للأسف 12,000 أفغاني في هذه الحروب. اليوم يعطون فتاوى جديدة ضد الطالبان. لماذا لا يحبون السلفية؟ لماذا لا يسمحون للسلفية؟ يا أخي الكريم، يا أيها المفتي، أنت اذهب وعيش أسبوع في أفغانستان، تعرف طبيعة البلد. هل بحاجة نحن للخلاف والاختلاف والمشاكل؟ هذه نقطة مهمة جدا، وحتى الآن نحن نتأثر من هذا. شكرا. 12,000. والنقطة الثانية الآن على الوضع الفعلي مع الطالبان أيضا هناك فتاوى، عفوا دقيقة بس، فتاوى لأنه منع المدارس البنات، حلق اللحى والعمامة وإلى آخره. هذه فتاوى أصلا روج لها الغرب، وللأسف نحن عندنا فتاوى جاهزة ومفتين جاهزون كما تفضل أستاذ عمر، لا نعرف إيش مستواه، ولكن ينشر هذه الفتاوى ضد الإمارة. الآن الإمارة الإسلامية أو أفغانستان منعزل عن الأمة الإسلامية. حقيقة إذا علماء الأمة يعني يكون من توصيات المؤتمر إن شاء الله أن يذهبوا يستقروا يعيشوا هناك 10 أيام، لا يأتون يوم واحد يذهبون يوم واحد والله طالبان ما سمعوا كلامنا. أخي الكريم، أنت إذا تنصحه عن طريق الإعلام هذه عناد معهم، أنت تذهب تقف معه وتجلس أو تعزمهم. وهذه أنا أريد أن يكون من توصيات المؤتمر، وهذه نقطتين مهمتين جدا، موضوع السلفية وموضوع الأخيرة في موضوع الطالبان. وشكرا لكم. وشكرا لكم. نحن سنبدأ بالجلسة الثانية في الساعة 12، لذلك عندنا 10 دقائق. يعني نحن أخذنا منك توصيتين ليس سؤال، ووضعنا النقطة أمامهم، والأخرى سيسجلون ما سمعوا. فضيلة الدكتور تفضل. دكتور محمد خطاب، مدرس في جامعة البرقاء التطبيقية في الأردن.
في أين؟ في الأردن. بس تعليق بسيط على أخي الدكتور عمر وهو حبيبي وصديقي في قضية فقه المقاطعة. أظن أن الدكتور صلاح الخالدي كتب في هذا وأرجو أن تطلع عليه، وإذا لم يكن لديك إن شاء الله سأرسل لك ما كتب، ورحمه الله كتب في هذا ما قصدته بلغة التركية جيد، أستفيد إن شاء الله. جزاك الله خير. كذلك عندنا بعض المراتب العلمية، يعني عندنا فضيلة الشيخ، سماحة المفتي، موجودة هذه المراتب لكن تحتاج إلى تطوير. فبارك الله فيك، صحيح هي رسمية لكن تحتاج إلى تطوير، ولعل البعض يعمل. أخيرا حتى علم مقارنة الأديان وأنت أدرى يعني أيضا أمر مستحدث في الشريعة الإسلامية. لم نكن نعرف علم مقارنة الأديان، وإنما كان علم الملل، والملل كان المركز هو الإسلام، ثم يدرس كل شيء مقارنا به. أما أن تقارن اليهودية بالنصرانية هذا ما كان معروف في الإسلام. جزاكم الله خير. نعم تفضل. ومع ذلك فضيلتكم دكتور محمد بشير. أشكركم جدا. رعاية الوقت، وقد استفدنا كان 6 دقائق، لكن أود أن أركز على بعض النقاط. الدكتور طه أشار إلى موضوع يعني نوغل جدا في الفقه السياسي والتخصص مفتين السياسيين. أنا أخاف من الظلمة أن نجابههم بأن لدينا مفتي سياسي. يبقى الفتوى السياسية جزء من الفقه، ولا نقحمه، ولا نقيم تخصصات. يعني فكرتم فكر جيد، لكن في وجود دولة إسلامية. أما في وجود الطواغيت فسيتحايلون ويخترقون وينشئون الجيل الذي يريدون أن يوظفوه لمصالحهم، فلنكن أذكى منهم ونتحايل عليهم. دكتور سعد، استفدت منك كثيرا جدا جدا، وقلت ما في نفسي وما نعانيه. مقولات تسربت إلينا من اليسار ودخلت صفنا الإسلامي ودخلت فتوانا السياسي. والفتوى السياسية بالمناسبة بدأت والله أعلم حسب تتبعه من يوم ما راغب عبد الناصر بالتأمين، ثم بإعلان الرفض الصلح مع إسرائيل، وهو كان يتفاوض من تحت الطاولة، وصدر بذلك قرارات واستجاب له من استجاب في مجمع البحوث الإسلامية لما ألغى هيئة كبار العلماء، وبدأت السلسلة إلى يومنا هذا. الأمر الثالث، الفتوى السياسية اليوم أو فتوانا في السياسة، الطواغيت لا يطلبون فتوى. نعم، الطواغيت، الظلمة، الحكام الرافضين للإسلام لا يطلبون فتوى، وألغوا مناصب الإفتاء، ومن يرسل فتوى يحاربونه. بقيت عندنا مساحة نتكلم فيها الآن في مساحة الحرية المتاحة. هذه مساحة الحرية المتاحة لا زالت قيد الولادة، لم تنضج بعد، وبالتالي لا زلنا في مخاطر في هذا الموضوع. الأمر الرابع، الأمر أختم سيدي، الأمر الدكتور عمر فاروق ذكرني في موضوع جدا مهم. كنا في كلية الشريعة بدمشق ندرس في السنة الأولى الاقتصاد السياسي. لما انتقلنا إلى جامعة مكة المكرمة بعد ذلك صارت جامعة أم القرى درست فيها ودرست فيها. الطلاب يتخرجون في اقتصاد إسلامي ويتخصصون ولا يعرفون كلمة واحدة من الاقتصاد السياسي، وبالتالي هم يتكلمون في واد ويتصورون الاقتصاد في واد، والاقتصاد جزء من تركيب الاسم، أن تفهم مركب مكوناته، اقتصاد إسلامي، أن تفهم الاقتصاد ثم الإسلامي، كذلك السياسة. أشكرك جدا على هذا اللفظ. في الأمرين نحن نحتاج أن نأخذ العنوان كاملة متكاملة، ولا نأخذ الإسلامي فقط فنصبح في واد والناس في واد آخر. أشكركم شكرا جزيلا. بارك الله فيك. دكتور ملا بعد ذلك في سيد أنتم بسم الله جيران. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخوكم الدكتور أحمد صباح الملا رئيس جمعية الحكمة الكويتية الخيرية. الدكتور عطية، الحقيقة يعني اليوم المشكلة الخلط بين الحالة النموذجية للنظام السياسي الإسلامي والحالة السياسية التي تعيشها الدول الإسلامية اليوم. يعني هذا الفرق بين النظرية والتطبيق يعني قاعد يحدث هذه المشاكل التي يعني نحن نمر فيها. كذلك الخلط بين النظام الديمقراطي ونظام الإسلام السياسي. نجد أن بعض الباحثين أو بعض
المتكلمين يجعل النظام الديمقراطي أنه هو الصورة الإسلامية المعاصرة والتطبيق المعاصر، بينما النظام الديمقراطي في الحقيقة هو شيء والنظام الإسلامي في الآخر. كذلك لو نظرنا إلى النظام الديمقراطي نفسه لنجد أنه أخف فسادا من النظام الدكتاتوري. فلا ينبغي للفقهاء في بلد يوجد فيها نظام ديمقراطي أن نسعى إلى تغويض هذا النظام لنؤكد ونرجع إلى النظام الدكتاتوري المعروف. يعني هذه مصالح مفاسد ينبغي أن تقدر التقدير الصحيح. كذلك نظام الشورى في الإسلام وكيفية تطبيقها في الحالة المعاصرة. هل نظام الشورى يمكن تطبيقه عن طريق انتخابات، عن طريق أحزاب، عن طريق قوائم انتخابية؟ يعني هذه صور، لأن المطلوب عندنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشورى، لكن ما هي الصورة العملية لتطبيق هذا النظام؟ وهل يمكن اعتبار هذه المستجدات أو نظام الانتخابات الموجودة صورة من صور تطبيق النظام الشورى في الإسلام؟ جزاكم الله خير. بارك الله. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا شكرا للإخوة جميعا، فقد أفادوا وأجادوا واستفدنا حقيقة فائدة كبيرة في كل ما ذكر يعني في هذه الجلسة، وكانت صباحية دسمة يعني كانت قوية ومركزة، ونسأل الله التوفيق. أنا فقط أضيف بعض الإضافات يعني دون أن أشخص شخص بعينه في المداخلة. أقول من ضمن الإشكالات في موضوع الفتوى السياسية التي تواجهنا الآن في واقعنا المعاصر مسألة العالمية والمحلية، وتلقائيا تأتي فيها قضية الشرعية أيضا، شرعية الواقع الإقليمي الواقع المحلي الذي تشكل بعد سقوط الخلافة، والواقع العالمي الذي تشكل أيضا في ظل هذه الحالة. ومن يرى الاعتراف به والتعامل معه سيفتي بفتاوى معينة، ومن يرى عدم شرعيته كذلك سيفتي بفتاوى معينة، وتلقائيا قضية المصالح والمفاسد هنا ستدخل معنا بطبيعة الحال. فالذي يرى الدولة القطرية الحديثة هي دولة شرعية ويتعامل معها إلى مجلس الأمن مثلا، هؤلاء طريقة تعاطيهم في الفتوى ستكون مختلفة مع الطرف الآخر الذي يرى هذا الواقع كله ليس شرعيا. هذه تقريبا واحدة من الإشكالات أنا في رأيي تحتاج إلى معالجة. الإشكالية الثانية أيضا قضية موضوع الإجمال والتفصيل فيما يتعلق بالمجال السياسي. يعني في الآونة الأخيرة للأسف الشديد تكاد تكون كل الذين يتكلمون عن السياسة تأثرنا بشكل مباشر بعبارات حتى الليبرالية الحديث ما يتعلق بأن والله السياسة هي مصالح. أي طالب الآن أو أي شخص تكاد تناقشه يقول لك السياسة مصالح. حتى غابت فكرة أخلاقية اللي هي فكرة أساسية ومركزية في التصور الإسلامي، لا تكاد تجدها بصورة حاضرة مثلا عندما يتكلم في المجال السياسي. يقول لك السياسة مصالح، فهو تلقائيا يتقبل فكرة المصلحة حيث كانت، وبالتالي صاحب كل قطر أو حزب أو جماعة أو فرد يشخص المصلحة وفق منظوره وتجد عنده قابلية. النقطة الأخيرة مسألة التعميم قبل الاستقرار، صح التعبير، يعني في مشكلة كبيرة في المجال السياسي. هنالك مقولات نطلقها نقول مثلا والله المجال السياسي نحن في التاريخ الإسلامي نعاني فقر، هنالك تقزيم، هنالك تضخيم يقول لك في فقه الحيض والنفاس والصلاة والتعبد، لكننا نعاني من إشكالية الفقه السياسي. وهذه حقيقة إشكالية كبيرة جدا. ربما أنا باعتباري يعني شوية اهتمامي كان بهذا المجال في الدراسات، يعني لاحظنا بأن الكتابات معظمها فيما يرجع إليه، وحسب رسالة علمية ربما أخرجها أحد الإخوة الدكاترة المصريين فيما يتعلق بالتراث السياسي الإسلامي وهي التعميم قبل الاستقرار، فوقف فقط في المكتبات الإسلامية ما لا يقل عن 300 عنوان، بينما ما يرجع إليه الباحثون الآن في واقعنا هو 6 عناوين فقط. لاحظ بين 300 عنوان وبين أن نرجع إلى 6-7 عناوين مشهورة عندنا في كتب التراث، ثم نقول بعد ذلك والله نحن نعاني من فقر. فهذه إشكاليات أيضا نعاني منها في موضوع التعامل مع التراث. وشكرا. يمكن أن تذكر الميكروفون، يمكن أن تذكر رسالة الدكتورة لأن الإخوة لا يعرفونك يعني. رسالة الدكتورة. أنا بالنسبة لي رسالة الدكتورة هي المشاركة السياسية بين التأصيل والممارسة. بارك الله فيكم إن شاء الله. إخواني حسب عفوا وصبرا. أقل من ساعة. لا عفوا وصبرا. بين موعدك والجنة. إن شاء الله. بارك الله فيكم. عفوا أخي. الآن الورقة التي أمامي هي يعني
يبدأ البرنامج من الساعة 10 وينتهي الساعة 12 لهذه الجلسات. والآن نحن انتهينا من كلمة 4 مشايخ وبقى عنا 4 وفي الساعة 12. تفضل الآن. نكمل الجلسة معنى ذلك يعني إلى الساعة 1. أيوة لأنه بعدها الجلسة الختامية. يعني إلى الساعة 1 بعدها البيان الختامي. بعدها البيان الختامي يعني الآن بدون تواصل. هذا صيام تواصلي وليس مكروها ولا صحيح. تمام خلاص. هذه فتوى نحن مع الفقهاء قد أفتونا بأن الصيام والكلام بالتواصل ليس فيه لا بأس. تمام إن شاء الله. بارك الله يعني تفضلوا ولكن اجلسوا أمامنا يعني اجلسوا أمامنا حتى لا نحس بالغربة. تفضل. فيأتي أنا سأدعو الأخوة الذين فضيلة الشيخ جهاد جميل. تفضل فضيلة الشيخ جهاد جميل. أنا أرجو من المشايخ أن لا يخرج أحد بدون استئذانه. الشيخ جهاد جميل العايش الحمد لله هو يعيش. طبعا هو عايش ويعيش والدليل الآن تحركه. من أين أتى؟ من سوريا من العراق. سوري أخي العمامة لا غيرتك العمامة. ماما الوقت لا يا حتى تمام. أنا ما دمت رئيسا يعني أنا أخذ يعني الرئاسة صلاحية دكتور صلاح. تفضل سنتصرف إن شاء الله نستشير. تمام. هذا فقه الإدارة دكتور صلاح. فقه الإدارة فقه الرئاسة كل شيء فقط. بكل شيء فقه. ولكن أرجو من المشايخ أن يأتوا ويجلسوا. دكتور صلاح حافظ على القاعة. الشيخ جهاد موجود معي. الدكتور صدام حسن حفظه الله. تفضل دكتور صدام. تفضل. الدكتور جاسم سلمان شمر وتفضل. شمر الساعة وتفضل. والأخ دكتور عمر قيس. ما شاء الله الآن الطابور كله جاهز. بارك الله فيكم. مشايخنا الكرام صلاة الجمعة بمن حضر. نعم ولكن ختمنا غالية يعني ليست رخيصة. فلنجمع. أين الأخ الذي كان مقدم البارحة؟ لا ليس معاذ هنا. لا معاذ ولا صلاح اثنين لم يكونوا موجودان فماذا تفعل؟ تفضل يا دكتور معاذ نجي عليك. نعم أخي حافظ على المشايخ يعني خروج ودخول وأنتم أكيد ما دام أنتم رؤساء المؤتمر يجب أن لا تغيبون على المؤتمر إلا بجمع الذين خرجوا. تمام. وأنا لا تفضل أخ صلاح دكتور صلاح. ولكن يعني الجملة يدل على عدم يعني هذا حسن الظن. لو كان واحد لقلت نعم. والفرق بين الجلستين هو الذي أدى إلى ذلك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة سيحافظون على الالتزام بالحضور وأرجو منهم أن يهتمون بهذا الأمر لأن هذا هو من باب التحية للمتكلمين وللمؤتمر. نحن سنقلل من الوقت يعني كان المتكلمون الذين قاموا بدورهم أعطينا لهم 15 دقيقة مع الصدقات والإنفاقات يعني ولكن أرجو من حضراتكم يعني أن يكون قولكم من نوع
خير الكلام ما قل ودل. لذلك سنعطيكم 10 دقائق لكل واحد. وطبعا يعني نتمنى أن نكون من السابقين أهل الصدقة يعني، ولكن هذا صعب يعني، لا تعتمدوا على هذا. بارك الله فيكم إن شاء الله. أنا في الحقيقة الجلسة الأولى أريد أن أخرج بها ببعض النتائج. أولا أدعو الله تعالى أن يجيز الأخوة الذين أفادونا بكلماتهم خير الجزاء. وثانيا أريد أن أنبه أو أذكركم ببعض النقاط. الاطلاع على الشيء والاستيعاب في فهمه وتطبيق ما استعاب عليه شيء آخر. لذلك كثيرا ما أنا شاهدت وعايشت من المقاصديين والمتبحرين في أن المقاصد قاموا بفتاوى لا تتلائم لا مع الواقع ولا مع الحقيقة ولا مع المقاصد. طبعا المقاصد هي الواقع. لذلك أنا أدفت على المعايير الستة التي ذكرها، السبعة التي ذكرها الأخ دكتور دكتور طه. قلت المعيار الثامن الالتزام بالمعايير. الالتزام بالمعايير شيء وتغيير المعايير شيء آخر، وهناك أدلة كثيرة تدل على صحة ما نقلته لكم. فقه الميزان، فقه الأولويات، فقه المقاصد. الدار الأشد يزار بالدار الآخر، يختار أهون الشرين، دفع الضرر مقدم على جلب المنافع. وهناك قواعد حياتية، فكما أنها معيار لأصول الفقه وللفقه معيار الحياة. ولكن فسبحان الله مثلنا كمثل يعني طفل يحفظ الفاتحة ولكن لا يفهمها، من باب التطبيق ليس من باب الفهم اللغوي يعني. والحمد لله كلكم يعني تاج رؤوسنا وشيخنا كثر، يعني نرجو الله تعالى أن يحافظ عليهم وأن يجعلنا من المستفيدين من حضراتهم. ولكن هذا الواقع يلزم المغيرة، ولا يمكن أن يتغير إلا بأن يكون بجنب الفقيه الباحث، أو يكون باحثا وفقيها في الموضوع الذي فيه، إما يجمع بين الشيء وأن يكون. هذا ما أردت أن أذكره بكم. والآن نبدأ بمن قال تمام. ما دام أنت قلت تمام تفضل يا سلام. اسمك الكريم؟ اسمك الكريم؟ دكتور عمر قيس عباس. أهلا وسهلا. عندنا 10 دقائق أخي. نعم. هذا يعمل؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بشكر جزيل الجهة الراعية لهذا المؤتمر والأساتذة الكرام. ملخص بحثي بعنوان مقومات المفتي في المعاملات المالية المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية. في الحقيقة هذا البحث هو جاء نتاج عن ممارسة الفعلية فيما يتعلق بدراسة المعاملات المالية المعاصرة. أود أن أستعرض خارطة الطريقة المتعلقة ببحثي هذا التي سأسير عليها في هذه الدقائق، وسألج إلى هذا الحقل المعرفي الدقيق المعقد الخاص في فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهي على النحو الآتي. البداية ستكون من خلال الوقوف على النهج المعرفي للتعاطي مع النوازل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، وسيجعله على 3 مستويات، وسأختصر مقومات كل مسار منها. المستوى الأول هو تصور النازلة. البدء بتصور النازلة أمر منطقي، باعتبار أن النازلة لم تطرق موضوعاتها من قبل في المدونات الفقهية أو في الدراسات المعاصرة في كثير من الأحيان، وحتى لو كان لها سوابق فإن للزمان والاشتراطات المرحلية ما يوفي بظلاله على تغير الحكم الفقهي. في كثير من الأحيان من هذا المنطلق
ومن المعلوم أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فالتصور يمثل حجر الزاوية لما يليه من خطوات، وذلك إنما يكون من خلال تفكيك هذه النازلة والنظر في مكوناتها وفي عناصرها وفي أجزائها وفي اشتراكاتها وفي أطرافها. فالكثير من النوازل لها أطراف متعددة، وما هي العلاقة بين تلكم الأطراف كالبطاقة المصرفية والمبادرات الخاصة بالقروض الممنوحة من قبل البنوك المركزية واعتماد النسبة المئوية في احتساب أجرة المصارف على البنوك وضمان البنوك المركزية لخسارة أموال المستثمرين في البنوك الفرعية كما حدث في تركيا. فالمفتي في هذا المستوى يحتاج إلى مقومات كي تكون عنده الحقيقة المتكاملة. أولا أن يتعلم المفتي أبجديات العمل المصرفي على الصعيد الداخلي والدولي كالمحاسبة، أنا أقصد بالأبجديات وليس كل العلم، كالمحاسبة والحوكمة وإدارة المخاطر والدورة المصرفية في التدقيق وسوق الأوراق المالية والقوانين، يعني قوانين التجارة الدولية والقانون العام، وهذا ليس بالصعب. فأنا بفضل الله تعالى رغم أنني متخصص بالفقه المقارن ولكن عندي الأبجديات في هذه التخصصات. أن تستعين لجان الافتياء في التوصل إلى حقيقة نازلة بخبراء ثقات في داخل البلد وخارجه في كل علم من العلوم التي ذكرناها، وأن لا يقل عددهم في كل علم عن 3. هذا بالتجربة. ربما تعتمد على شخص أو على شخصين، لكن في الحقيقة يعني لا يعطيك الصورة الواضحة للنازلة أبدا. وأنا يعني في الحقيقة في أغلب النوازل اعتمدت على أكثر من 5 و6، وبعد ذلك استطعنا أن يعني أن تكون لنا حقيقة النازلة أو أن يعطونا حقيقة واضحة لهذه النازلة. المستوى الثاني تكييف النازلة. يجب على المفتي يكون عنده إلمام في فقه المعاملات المالية المؤصلة على جميع المذاهب. ثانيا أن يدرس المفتي المعايير الصادرة عن هيئات المحاسبة المالية الإسلامية المعاصرة، من أبرزها ما صدر من معايير عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ويطلق عليها أيوفي. حقيقة يعني هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي بالإجماع، يعني بإجماع العلماء، هي من أبرز أو من أفضل النتاجات يعني في العالم الإسلامي، ويعتمدها أكثر من 70 بلد. وحتى عندنا في العراق نحن اعتمدها القانون، واضح، في العمل المصرفي. وهذه يعني هيئة المحاسبة يعني معاييرها حقيقة يعني جاءت نتاج عن أكثر من 50 عالم من علماء العالم الإسلامي. وكذلك مجلس الخدمات الذي في ماليزيا هذا أيضا يصدر القوانين، وكذلك مجلس الخدمات المالية الإسلامية، نعم. وكذلك عندنا ما يسمى بالسيبافي كذلك في البحرين، هذه أيضا يعني تصدر معايير وتعطينا يعني أبجديات يستطيع من خلالها المفتي أن يتعلم ما هو التأمين، وكذلك ما هي الأوراق المالية، وكذلك التجارة الدولية، وكذلك المحاسبة وما شابه ذلك. حقيقة هذه المؤسسات جعلت من المصارف الإسلامية لها التصنيف العالمي يعني أمام الدول العظمى. فنحن عندنا يعني مقررات لجنة بازل، واضح، وهذه هي الحاكمة يعني الدولية. ولكن مجلس الخدمات ومعايير أيوفي جعلت من هذه المصارف، أي أصدرت معايير، واضح، هي بمثابة أو مقارنة هي أفضل من معايير بازل. ولهذا ترى أن المصارف الإسلامية كذا في ماليزيا وفي ما شابه ذلك يعني جعل لها التصنيف العالمي لأنها تعتمد على هذه المعايير. كذلك متابعة الفتاوى الخاصة بالمعاملات الصادرة من لجان المعتمدة في جميع البلدان. أنا عندما أريد أن يعني أن أدرس هذه النازلة وأن أتصور هذه النازلة، كذلك أعود إلى يعني الفتاوى. كذلك دراسة أعراف التجار. نحن في كل فترة نذهب إلى السوق ونرى هل هناك تغيرات في أعراف التجار، ونتواصل مع أغلب التجار داخل العراق وخارج العراق لأجل أن نستفاد من هذه المسألة.
في الحقيقة التكييف يعني المستوى، يعني التكييف يعني أن المستوى الأول كان يخص التصور، والمستوى الثاني هو يعني يخص تكييف النازلة. التكييف يعني بصورة مختصرة يمر بعدة مسالك. المسلك الأول يعني رد النازلة إلى الأدلة الشرعية، ونقصد بها الكتاب يعني الأصلية أي الكتاب والسنة، من ذلك يعني القرض المشروط بالزيادة وفي ذلك العنة. ثانيا ما يعني رد النازلة إلى القياس كقياس يعني النقود الورقية على الذهب والفضة، وكذلك رد النازلة إلى القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرورات تبيح المحظورات، والغنم بالغرم. وحقيقة الآن يعني أصدرت كتب وألفت كتب خاصة يعني بالقواعد الفقهية في المعاملات المالية الحاكمة. واضح؟ المسلك الرابع وهو رد النازلة إلى مقاصد الشريعة. فالمقاصد تولدت من متابعة جزئيات هذه الشريعة الغراء، وبالتالي هذه المقاصد تعد قواسم مشتركة لهذه الجزئيات، ويمكن أن نقول بأن مقاصد الشريعة تعد بمثابة المعايير العامة، وهذا المعيار لا يجوز أن يخرج عنه الجهد الحقيقة الاجتهادي، وقد ألف الكثير في هذا الميدان أي فيما يخص مقاصد الشريعة في المعاملات المالية. نعم. ونأتي يعني إلى المستوى الثالث وهو ما يخص الحكم على النازلة. لابد أن يكون الإفتاء في المعاملات المالية حقيقة جماعيا ولا يكون فرديا. ثانيا لابد من إحياء الفقه التكاملي بين الزمان والمكان والعرف والحال في إصدار الحكم الشرعي. لابد من إعمال فقه الموازنات وفقه الأولويات والنظر في مآلات الأحكام وفق مقاصد الشريعة. لابد من سلوك أحد الطريقين، هذا حقيقة في الوقت الحالي. من أبرز المدارس الآن الموجودة هي مدرسة مولانا يعني الشيخ علي القرداغي، وكذلك مدرسة الشيخ محمد تقي العثماني. وفي الختام يعني أشكر لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيكم، وأنا أشكركم شكرا جزيلا لإعتزازكم بالوقت بشكل الآن نريد أن نقدم الكلمة إلى الدكتور جميل جهاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. بداية نشكر الإخوة القائمين على هذا المؤتمر المبارك برئاسة الدكتور كامل الصلاح والفريق من المشايخ والفريق الإداري، وكذلك نشكر الدكتور عبد الوهاب الكنجي على إدارة هذه الجلسة. كلمتي إخواني الكرام حول الضوابط الفتوى في أحكام نوازل الأرض المقدسة. ربما لابد أن أعلق ابتداء على كلمة الأرض المقدسة قبل أن أخوض في هذه الأمور. لما نتكلم عن الأرض المقدسة حتى نعطي هذه الأرض مكانتها الشرعية، وحتى نصفها بما وصفها الله تبارك وتعالى، وسماها الله تبارك وتعالى بالأرض المقدسة الأرض المباركة. وهذا الأمر يعطيها قدسية ومكانة أسمى من المكانة التي إذا سميناها بفلسطين. وهذا يساهم في إعادة ربط هذه الأرض المقدسة بجماهير الأمة المسلمة في أصقاع الأرض. هذا حقيقة يعني المصطلح الذي دائما نسعى إلى تأسيسه وتثبيته في الأمة. طبعا بعض الضوابط إن لم يكن كل هذه الضوابط كثير منها حقيقة هو ضوابط مشتركة مع نوازل الأمة، لكن ربما تكون تفريعات هذه الضوابط أو الأمثلة التي كانت ولا زالت على الأرض المقدسة. يعني إذا قلنا النوازل هي المستجدات الخالية عن حكم سابق، وإذا أفتى العالم يفتي بما شابهها. هذه النوازل يعني ليس لها مثيل سابق في السابق. هذه القضية حقيقة لا يتصدر لها النوازل إلا أهل العلم والدراية والحنكة والأمانة والديانة. يعني لا يصلح لها طالب علم، لا يصلح لها شيخ، لا يصلح لها خطيب، لا يصلح لها غير متخصص في النازل التي يتكلم عنها.
فهذه النوازل حقيقة لابد أن يكون لها أهلها. وإذا قلنا أن يكون لها أهلها معنى هذا ينبغي لنا إذا كنت أنا المستفتي ينبغي لي أن أتوجه إلى المتخصص ولا أفتح الباب لمن هم ليسوا أهلا لها. وأقصد إذا كنت أنا المستفتي يعني أنا الجهة التي تطلب الفتوى، يعني لا ينبغي أن تكون مؤسسة عريقة لديها أتباع وتنشد الفتوى من أناس ليسوا أهلا لهذه النوازل. وكذلك لا ينبغي لطالب العلم الحاذق المميز أن يطلب فتاوى نازلة من أناس ليسوا أهلا لأن يفتوا بمثل هذه النوازل. هذه حقيقة يعني هو أول عتب ممكن أن نقول يقع علينا نحن حتى نكون عمليين. يعني لا نصدر هؤلاء، لأنه أحيانا نحن الذين نصنع من هؤلاء أعلاما وشيوخا ورموزا للأمة المسلمة وهم ليسوا كذلك. فأول من صنعهم نحن، فأول طريق نقطع الطريق عليهم ألا نتوجه بسؤال هؤلاء، لا بمعنى لا نصدرهم في مجالسنا في محاضراتنا، لا نوجه الشباب إليهم، لا ننقل فتاواهم، حتى بعض فتاواهم الشاذة لا نعيد نقلها لأن في ذلك إشعار لهم. فأقصد أول قضية علينا نحن الذين ننشد ونطلب الفتوى. وهذا يعني الضوابط هذه حقيقة هي بين أمرين، بين المفتي والمستفتي، ليست هي ضوابط على المفتي فقط لكن كذلك هي على المستفتي. الضابط عندي هنا ضابط تحرير صحة السؤال وأمانة السائل ومدى مطابقة السؤال مع الواقع. ومدى مطابقة السؤال مع الواقع. ربما البعض يذكر لما جاء بعض أو واحد من فلسطين متوجه إلى الأردن يسأل الشيخ الألباني عن بعض ما رأى أو ظن هو أن أهل فلسطين لا يستطيعون أن يطبقون أوامر دينهم، شعائرهم الأساسية الأركان، يعني الصلاة والصيام ونحوها. ونقل للشيخ الألباني صورة سلبية جيدة، وعلى إثرها أطلق الشيخ الألباني فتوى انتقلت في الأرض أنه نقلت بصيغة أنه وجوب الهجرة من فلسطين. وكانت آفة هذه المسألة هو أن نقل هذا الشخص الذي نقل هذه الفتوى فطارت في الأرض، والشيخ الألباني رحمه الله لم يدقق، مع أن الشيخ الألباني ممن عرف عنه بالتدقيق والتصحيح حتى صيغة السؤال، لكن أحيانا لا يكفي أنه نقل لي من أثق بدينه. فهذه الكلمة أحيانا لا تثق، لأنه أثق بدينه لكن لا أثق بوصفه، لا أثق بصحة نقله. فلما الشيخ الألباني طاروا بهذه الفتوى وانتقلت واتهم على غرارها الشيخ الألباني بأنه ماسوني صهيوني على منابر الأردن من طلبة علم ومشايخ بسبب هذه الفتوى، حتى رد يعني اضطر بعض طلبة العلم على رأسهم، يعني أبرز التلاميذ الشيخ الألباني اللي هو الدكتور محمد إبراهيم شقرة الأديب المعروف بإصدار كتاب ماذا ينقمون من الشيخ. حقيقة إذن يعني لو يعني ابتداء الشيخ الألباني رحمه الله تأكد من هذا السؤال لما كان ما كان ولما اضطر الشيخ الألباني وكثير من طلبة العلم أذكر في وقتها يمكن 7 أو 8 اضطروا أن يدافعوا ويبرروا هذه الفتوى. إذن الأصل هنا هو تحرير صحة السؤال وأمانة السائل ومدى مطابقة السؤال مع الواقع. لا يكفينا أن يأتي والله أثق في دينه من إخواننا ومن حبايبنا ومن تلاميذنا، هذا الكلام لا يكفي أبدا. لابد أن نتأكد من صحة وفهم الواجب في الواقع، وهو يعني كما قالوا هو فهم حكم الله، وكذلك كما قالوا فهم الواقع والفقه فيه واستنباط العلم حقيقة ما وقع بالقرائن. كذلك الحذر من إطلاق بعض الفتاوى للعامة. ربما عندنا كانت قضية في فلسطين وحقيقة عملت إشكالية كبيرة، وهي جواز السرقة من اليهود، نقطة انتهى. فتحول كثير من الشباب العاطل من العمل أو الذي يعمل لكن بأجور لا تتساوى مع الذي سيسرق من اليهود وإلى سراق.
طبعا الآن إحنا ليست قضية أننا نسرق من اليهود بمفهوم السرقة، لكن هذا الأمر شاع وانتشر في كثير من المناطق الفلسطينية. ولما لم يجد بعض هؤلاء السرقة من اليهود لجأوا إلى السرقة من غيرهم لأنه اعتاد هذا الأمر. هنا كلامي أنا ليست هي الدعوة إلى عدم إيذاء اليهود بأخذ أموالهم لأنها ليست لهم، ونحن نؤكد حتى لا يفهم كلامي أننا كنا ولا زلنا إلى قيام الساعة في حالة حرب معهم، وأن أموالهم أموالنا، لكن هذه الفتوى تحتاج إلى ضابط. على سبيل المثال ربما نقول أن ما تسرق لابد أن يعود للمقاومة، ما تسرق ممكن أن تستفيد منه المؤسسات الإسلامية أو المؤسسات الوطنية، لكن أن تكون هذه الفتوى بهذا الإطلاق حقيقة كانت المآلات محزنة. ضابط آخر إعمال فتاوى أهل الداخل وعدم إهمالها وعدم التحيز لبعضها وترك الآخر. كما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، جميل، لكن ليس كل أهل مكة أدرى بشعابها. يعني بمعنى أنه يأتي بعض الإخوة من الداخل الفلسطيني، أو ربما قبل فترة أحد المشايخ في بعض الدول طار بكلام بناء على رأي، وهذا في الأحداث في طوفان الأقصى، طار بكلام ظن أن الذي يسأله من أهل غزة، فتبين له بعد ما أن أفتى الناس وانتشر الكلام في وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الأخ ليس بغزة، يسكن في منطقة خليجية، ومجرد هذا كان رأيه، طبعا كان رأيه حقيقة شيء مخزي ومحرج وضد الحاجة التي تحتاجها المقاومة اليوم. فأهل مكة أدرى بشعابها، هذا ليس على إطلاقه، فينبغي لنا حقيقة أن ننتبه، وهذا الكلام للمفتي. كيف ننتبه؟ يعني لا يكفيني أن يأتيني فصيل وأعتمد رأيه، لأنه في النهاية هذا الفصيل أو هذا الرأي هو يمثل فصيل واحد. لابد إذا كنت أنا يعني مفتي حصيف منصف، لابد أن أستجمع آراء الساحة كاملة، فلابد أن أسمع إلى آراء الفصائل كاملة، إلى آراء العقلاء بشكل كامل، إلى آراء المتخصصين، إلى آراء العلماء أو طلبة العلم المتميزين في هذه المسألة من أهل الداخل تحديدا. ضابط آخر التيقظ من تجير بعض الفتاوى والآراء الغير مدروسة زمانا مكانا وغير منضبط المباني أو المعاني، وتخدم مآرب الطاعنين في القضية الفلسطينية. طيب هذه القضية حقيقة كذلك ربما بعض المفتين إذا يعني أحيانا يتكلم في بعض المسائل ويظنها أنها هي رأي اجتهاد شخصي. كنا في محاضرة جمعت الآلاف من طلبة العلم، وكان المحاضر أحد أعمدة الفتوى في دولة ينشد الناس فتاوى علمائها، وهو أحد أركان هذه، ويقول في هذا المجمع الكبير، يقول أن الفلسطينيين باعوا أرضهم. طالما هذه فهذا الرأي الذي آذى الفلسطينيين واتهمهم فيما ليسوا يعني هم واقعين فيه، إلا أن هذا الشخص المفتي وهو يعني شخصية دينية معتمدة، إلا أنه قال هذا القول وطارت بقوله الركبان كما يقولون. إذن إخواني الكرام، هذه الفتاوى لها ضوابط، لما بين أيدينا ضوابط كثيرة، لكن المجال وكما جاءنا من رئيس الجلسة أن نتوقف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الجزاء. والآن نقدم الميكروفون إلى أخي الفاضل دكتور جاسم سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني قبل 3 أشهر الأخ طه الزيدي بعث لي دعوة للكتابة، لكن بسبب انشغالاتي لم أجب هذه الدعوة، وقبل 24 ساعة أعاد ووجه الدعوة ثانية. فالبحث هو من نتاج 24 ساعة بسبب انشغالي بمقالين يعني أسبوعيين في عربي 21 والشرق القطري. حقيقة شكرا للأخوة الذين دعونا لهذه الفعالية المهمة. معلوم أن السياسة اليوم تدخل في كل شؤون الحياة، ما من شأن في حياتنا اليوم إلا والسياسة هي جزء
أصيل منه، يعني في الشارع، في البيت، في المدرسة، في الجامعة، في أي مكان. السياسة هي جزء من حياتنا، حتى في غرفة النوم لا يمكن أن نتغافل هذا الجانب. ونجد تقاسم حقيقي في بعض المجتمعات في المواقف. حقيقة منذ احتلال العراق عام 2003 إلى قضية طوفان الأقصى نحن في حالة غليان سياسي كبير في الأمة. معلوم أن السياسة بشكل عام هي فن إدارة الدولة، ومعلوم إدارة الدولة تشمل الأفراد. وفي الشريعة الإسلامية يعني لا يوجد خلاف ما بين الشريعة والفن يعني إدارة الدولة إلا بضابط إنها شرعية، أي إنها وفق ضوابط الشرع. وبالتالي لا يمكن أن توصف أي سياسة بأنها شرعية إلا حينما تكون مستندة إلى الشريعة الإسلامية وفق الأدلة المعلومة في كتب الفقه. حقيقة ربما يمكن أن يعني ذكرت في رسالة الدكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن بإشراف أستاذنا الدكتور قحطان الدوري علاقة السياسة الشرعية بالفتوى، يعني أكثر من 120 تعريفا للسياسة لدى الأقدميين والمعاصرين، لدى الإسلاميين وغير الإسلاميين. لكن يمكن أن نأخذ تعريفا واحدا لابن عقيل الحنبلي: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الإصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. وأيضا نلاحظ في تعريفات المعاصرين ذات الكلام، مع ملاحظة أن غالبية تعريفات المعاصرين أطول من تعريفات الأقدمين على اعتبار تجدد يعني نواحي السياسة في العهد الحالي. وبالتالي يمكن أن نقول أن علم السياسة الشرعية هو علم يبحث عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق، وهذا هو الشرط الذي يميز السياسة الشرعية عن غير الشرعية، التي تتفق بأصول الإسلام وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص. ومعلوم أن هنالك يعني عشرات الأدلة من القرآن ومن السنة، من ضمنها آيات القرآن التي تتحدث عن الحدود في القرآن الكريم، وبالتالي هذه هي كلها من الشرع المغلظ كما ذكر العلماء. أيضا أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، منها يعني الرغبة النبوية في إعادة بناء الكعبة لولا أن قومك حديثو عهد بالإسلام، هذا الحديث. أيضا صلح الحديبية مدرسة كاملة في السياسة الشرعية يفترض أن نقف عندها بدقة مع كل خطوة، من بداية الكلام أنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرسالة عنا إلى خاتمة يعني الأفعال التي عقبت هذا الصلح. وبالتالي أنا أتمنى على طلبة العلم أن يعيدوا قراءة صلح الحديبية بدقة، يعني ليس قراءة مجرد قراءة نظر، وإنما الوقوف على المعاني العميقة الموجودة وخلاف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ما رأوه تنازلا لكنه في الحقيقة كان نصرا كبيرا. أيضا القياس والإجماع والقياس والآثار كلها تدلل على هذا الأمر، ومن ضمنها أنه سيدنا عمر لم يوزع الأرض المفتوحة على الفاتحين، وأيضا يعني تحريق سيدنا عثمان للمصاحف وغير ذلك من الآثار. أهمية السياسة الشرعية هذه أعتقد بحاجة إلى أن يعني نمر عليها مرور مهم، لأن السياسة تأتي في مقدمة الأمور التي اهتم بها العلماء المسلمون حتى جعلوا باب الإمامة من أبواب العقيدة. أيضا تحقيق أسمى المبادئ وأنبل
المثل والغايات وتقديمها للبشرية أجمل ما تحلم به. نحن نسعى من أجل سعادة البشر، لم نأتي من أجل نشر الإرهاب والموت والقتل، وإنما جئنا لعمارة الأرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، أي فهم للحياة هذا، بينما هنالك اليوم فهم مغاير ويراد مع الأسف ربطه بالشريعة الإسلامية من أجل إرضاء فلان وفلان من المسؤولين. وبالتالي أنا أقول لهؤلاء على الأقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا تحاولوا لي النصوص من أجل إرضاء فلان وفلان. الأمور واضحة وضوح الشمس، وبالتالي حتى يعني صغار الناس مع الاحترام لكم جميعا باتوا على بينة أن هؤلاء يحاولون لي النصوص الشرعية. أيضا تدبير شؤون الأمة وهذا ما ذكرناه، وكذلك إبقاء مسار الجماعة وهذا مهم. الإسلام مع الجماعة بعيدا عن الفرقة والتخلف، ومن أهم الأمور إقامة العدل والمساواة بين الناس سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين. وغير المسلم في الديار الإسلامية له حقوق وامتيازات المواطن المسلم على أن يدفع ما معلوم بالشريعة من الجزية وغيرها. أيضا قضية مسايرة التطورات الاجتماعية والوفاء، وبالتالي هنالك دول يعني حقيقة قضية أنه بعض الدول تدخل الشباب المقبلين على الزواج في دورات من أجل يعني فهم الحياة الزوجية، وربما قالوا في ماليزيا أو أندونيسيا أنا غير متأكد، بدليل أننا في العراق مع الأسف نعاني من كثرة الطلاق بسبب عدم فهم لمنظومة الحياة الزوجية. وبالتالي هنا دور مهم بالعلماء الشريعة من باب السياسة الشرعية أن يفهموا الناس أهمية بناء الأسرة، لأن المجتمع حينما تبني الأسرة تبني المجتمع، وبخلاف ذلك أنت تهدم المجتمع. أيضا السياسة ترعى الآداب العامة في الطريق في أي مكان، يفترض بالمسلم أن يكون شامل بالمجتمع وهذا هو جزء من الدين. أيضا الجانب التربوي هذا معلوم لكم جميعا. وأخيرا العمل على تنظيم مؤسسات الدولة ومحاولة الإصلاح قدر الإمكان. السياسة أنواعها معلومة لكم جميعا، وهذه لا أريد أن أدخل بها، هي سياسة ظالمة وسياسة عادلة، ومعلوم أن الظالمة هي التي تؤذي الناس والآخرين، والعادلة هي التي تسعى إلى نشر العدل بين المواطنين. مجالات عمل السياسة الشرعية: الأحكام والوقائع التي لا تجد لها دليلا خاصا صريحا في الكتاب الكريم أو السنة المطهرة أو الإجماع، ولا نجد لها نظيرا نقيسه عليها مما ثبت بالأدلة الثلاثة السابقة. الأحكام من شأنها أن لا تبقى على شكل واحد، أيضا هذه أيضا داخلة بالسياسة الشرعية، ويفترض أن نتذكر أن السياسة الشرعية تتسم بالشمول. المطلب الأخير وربما هو الأهم في تقديري هو ضوابط السياسة الشرعية، وهذا هو سبب الفوضى التي يحاول بعض المحسوبين على العلماء مع احترامي لكم يحاولون أن يعني يطعنوا الشريعة من جوانب خفية. أظن أن من ضوابط السياسة الشرعية أن يكون الحكم السياسي متفقا مع روح الشريعة وليس مع رؤى هذا الحاكم أو ذاك، وهذه نقطة واضحة. أيضا السياسة الشرعية لا تكون شرعية إلا إذا استقت مبادئها وقوانينها ومختلف أحكامها من منابع الشرع الحنيف، أن لا يتناقض الحكم الشرعي مناقضة حقيقية مع أدلة الشريعة التفصيلية. أيضا الاعتدال في الأخذ بالسياسة الشرعية، أي البعد عن الإفراط والتفريط، وقضية أن يكون مستنبط الحكم ذا قدرة على تنفيذ الحكم الشرعي كالوالي والقاضي والوزير. الموازنة والمحافظة على مقاصد الشرع بالترتيب، تقدم الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم التحسينيات. الأمر الآخر أن تكون حاجة
في تدبير شؤون الأمة متحققة وليست متوهمة. وقبل الأخير أو أخيرا أن السياسة الشرعية حتى يصدق عليها أنها شرعية لابد أن تعتمد على مصادر رئيسة أقرتها نصوص الشريعة الإسلامية، وليس أقرتها أهواء فلان وفلان من الحكام. وبالتالي تذكروا أن الثقل الأكبر على علماء الأمة اليوم بالذات في هذه المرحلة، على اعتبار أن السياسة يعني صارت ممتزجة في جوانب الحياة كافة، في السياسة العامة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الإعلام، في الرياضة، في كل مكان السياسة موجودة. وبالتالي هي موازية اليوم للفقه الإسلامي كاملة، ويفترض أن تكون هنالك دقة، وهنالك كما ذكرت في أكثر من مناسبة السعي لأن تكون يعني تشكيلات جماعية سياسية هي التي تصدر الفتوى، بعيدا عن تملق هذا العالم أو ذاك للمسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نعم، يعني قضية السياسة قضية مهمة جدا، ولي هناك يعني رأي وبعض النقاط المهمة، ولكن إن شاء الله في وقت مناسب يمكن أن نقدمه لكم. معنا الآن الأخ دكتور سدام حسن خضر، الفتوى وتغيرها بتغير الأوصاف والأحوال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحية طيبة لكل الحضور الكرام وللقائمين على هذا المشروع الطيب، ولزملائي في هذه الجلسة والحضور الكرام، وعلى رأس الجلسة رئيس الجلسة. عنوان بحثي الفتوى وتغيرها بتغير الزمان والمكان والأحوال. انتظم البحث على مقدمة وخاتمة، وبينهما مبحثان. الأول مفهوم الفتوى وآدابها وصفات المفتين، وقد كفاني أخوتي وأساتذتي في الجلسات الثلاثة الماضية على ذكر تفصيلاته. والمبحث الثاني كان بعنوان تغير الفتوى، وقد أوردت فيه بيان قاعدة تغير الفتوى وضوابط التغير، وتغير الفتوى باعتبار المفتي، وتغير الفتوى بالأوصاف المعتبرة بسبب الوصف أو الزمان أو المكان أو العرف أو الأشخاص، أو من باب السياسة الشرعية، أو وفق المعطيات العصرية والتطور التقني، وبتغير النيات والبواعث. وحتى لا أطيل ولا أمل، سأخذ مفردة واحدة اللي هي تغيير الفتوى بسبب الوصف، وسأتناول في هذه المفردة فتوى المجمع الفقهي العراقي في باب الضرورة في الربا. ولا أقرأ الفتوى كلها، وإنما المحاور الأساسية فيها. فقد مرت الفتوى في هذا الباب على 3 مراحل بسبب تغير الوصف. الفتوى الأولى التي صدرت من مجمعنا، السؤال: عرضت الدولة على الناس عموما ولا سيما الموظفين القروض بفائدة ربوية تتراوح بين 3 إلى 7%، وربما أكثر، مقابل قروض صغيرة سلف أو متوسطة تتراوح بين 10 إلى 50 مليون دينار عراقي، ولأغراض مختلفة. فهل يمكن الاستفادة من هذه القروض؟ وهل تبيح ضرورة الحفظ للنفس بالعلاج وحفظ العرض بالسكن هذا الربا؟ فأجاب المجمع أو لجنة المجمع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. فأما بعد، فالربا من المحرمات القطعية
التي ثبتت حرمته في نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والجرأة في اقتحامه بلا مبرر شرعي يمثل إعلان حرب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى بالدولة أن تعين الناس بقرض حسن خال من الفوائد الربوية طلبا لمرضاة الله تعالى، أو بتمويل القروض بطريق المرابحة وغيرها من البدائل الشرعية. وحالة الضرورة تتحقق إذا تعرضت إحدى الكليات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض للخطر، ويمكن التعامل بالربا إذا تعين بابا لقضاء تلك الضرورة. وضابط جواز أخذ القرض الربوي أنه إذا تعين لحفظ دين أو عرض أو نفس أو عقل وليس لحفظ مال. وهذا في زماننا يمكن أن يتحقق الصورتين المذكورتين في السؤال على وفق الآتي. وذكروا الصورتين: الصورة الأولى صورة إنقاذ النفس من خلال الاقتراض للعلاج، وعالجوه من خلال الضروريات الكلية الخمسة. والثانية القرض لأجل السكن، كذلك قوبل في المقابلة في باب الضروريات الكلية الخمسة، وجعلوا شروطا حتى إضافة إلى الوصفين الماضيين شروطا إضافية وتقابل من أهل الاختصاص والعلماء لتحديد هل يتنزل هذا الحكم على صاحبه أو لا. وفي ختام الفتوى قالوا: هذه الفتوى قائمة على أن الربا حرام وسبب السماح به قائم على أساس الضرورة الجماعية أو الحاجة العامة، وما دامت قائمة فالفتوى قائمة، فإن انتفت الحاجة عادت الحرمة والله من وراء القصد. هذه الفتوى الأولى. الفتوى الثانية فتوى المجمع الفقهي العراقي بشأن قرض الإسكان المتضمن تحميلات إدارية 5% مقطوعة. اختلفت عن الفتوى الأولى أو السؤال الأول. السؤال: لقد أتاحت الدولة الإقراض من صندوق الإسكان بدون فائدة، ووضعت تحميلات إدارية قدرها 5% تستقطع لمرة واحدة، وجاءت مدة السداد 20 عاما، فما حكم أخذ هذا القرض؟ الحمد لله. الجواب: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتجوز العمولة الإدارية على القرض إذا كانت حقيقية، ونسبة 5% المقطوعة نراها تقترب من ذلك بحسب رأي أهل الخبرة والنسبة اللي ذكروها أساتذتي في المجالس الماضية، والاستفادة من المجامع الفقهية الفقهاء والخبراء. ففتوى المجمع ما كانت متجردة فقط من الفقهاء، وإنما استعانوا بالخبراء لتكييف الصورة وفهمها بشكل صحيح. والنسبة هذا رأي أهل الخبرة، والنسبة يراعى فيها تغير الزمان والمكان والعرف، وقد يقتضي زيادة النسبة، لذا يجوز أخذ هذا القروض إلى آخره. كذلك جعلوا شروطا من باب الاحتياط. وأخيرا في ختام الفتوى: وأخيرا يكرر المجمع الفقهي العراقي دعوته للجهات الحكومية في العراق إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في تأمين سكن مناسب بتقليل نسبة التحميلات الإدارية ودعم مشاريع الإسكان. وصلى الله على نبينا محمد. الفتوى الثالثة كذلك تطورت الحالة. فتوى بشأن قروض مبادرة البنك المركزي العراقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن القروض التي يمنحها صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي لها اتجاهان، وذكروا اتجاهات الصورة الإدارية، ومن ثم خرجوا بجواز الاقتراض. ثم صدرت فتوى رابعة بالحرمة، لكن فتوى شفوية، باعتبار أن البنك المركزي أوقف تلك المبادرة بالعمولات الإدارية وعاد إلى فائدة ربوية صريحة متناقصة. فقال المجمع شفويا. لما قلنا شفويا؟ لأن المجمع خاطب الجهات المسؤولة من أجل العودة إلى المبادرة الأولى أو إيجاد بديل شرعي. لذلك توقفنا حتى ننتظر
جواب الجهات الإدارية الأخرى يعني نصدر حكما. أقول الخاتمة: الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فالفقه الإسلامي فقه حيوي ومتجدد يجمع بين الثوابت والمتغيرات، يواكب المستجدات ويعالج النوازل والحوادث ضمن إطار اجتهادي يقوم على فهم النصوص ومراعاة مقاصد التشريع وأسراره في جلب المصالح ودرء المفاسد، وفهم الواقع والواجب به واعتبار المآل والتنبه للذرائع. وهذه وظيفة أهل الذكر الذين ملكوا أدوات النظر والاستنباط، الذين يحرصون على بيان الأحكام الفقهية في القضايا المعاصرة المتعلقة بمختلف جوانب الحياة، وتقديم الحلول الشرعية للمشكلات والأزمات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية والأقليات. ثم أن الإفتاء وظيفة خاطرة عظيمة الشأن، توقيع عن رب العالمين، وهي دعوة للناس وإصلاح للأمة، جواب عن سؤالهم، تنفيس عن كربهم، إخراج من ضيقهم أو عن ضيقهم. لذا كان من يقوم بها أن يتصل بصفات شرعية وإنسانية وأخلاقية لأداء هذه الرسالة، وتحتاج لخبرة ودراية وفهم ونظر وتأمل، ولربما لفراسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. الأخوة القائمون على المؤتمر هل يوجد أحد من المسؤولين هنا؟ ادعوهم. موجودون؟ أين؟ الآن يعني أنا أردت أن أفهم هذا. جيد. فضيلة الدكتور الملا إن شاء الله نعطيكم الكلمة. في الساعة 1 ننتهي من هذا البرنامج، وبعده يأتي الجلسة الختامية مباشرة. البيان الختامي في الساعة 1 نبدأ في البيان الختامي إن شاء الله. وتفضل يا شيخنا الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة نحن في الجانب السياسي نحتاج أن نقرأ السيرة النبوية قراءة ليست قراءة قصصية، وليست هي قصص نقصها على الناس، وإنما ما وراء هذه الأحداث التي كانت في السيرة النبوية، ما وراء هذه الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم كتطبيق عملي للإسلام. غزوة بدر فيها مدلولات سياسية كثيرة، غزوة أحد فيها مدلولات سياسية كثيرة، غزوة الخندق، غزوة الحديبية، غزوة مؤتة، هذه كلها كانت فيها يعني فيها مواقف وفي معالجات لأمور نحتاجها نحن في وقتنا المعاصر. كذلك أمر آخر بالنسبة لبعض الآراء، يعني للأسف مثلا مسألة الشورى هل هي ملزمة أو غير ملزمة؟ طبعا فيها المسألة أو مشهورة أنها ملزمة وأنها غير ملزمة. وأقول حتى لمن توجه له أن الشورى ليست ملزمة، لكن في ضوء حاكم ظالم تقول الشورى ليست ملزمة، يعني في الحقيقة يعني هذه مثل بعض الفتاوى التي يعني تؤصل للظلم، التي تؤصل أو تسهل للحاكم الظالم أن يستبد برأيه وكلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم وعلى التوفيق والسداد. بارك الله فيكم. لتنبيهكم هذه النقطتين المهمتين. إذا ما في غيري لا يعني إن شاء الله أنت وغيرك عندنا 5 دقائق، ولكن في الجلسة الأولى هناك من أراد أن يتكلم ولم يتاح له الكلام. يوجد أحد منهم؟ جيد. إذا تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإخوة على هذه الأوراق القيمة. حسن سلمان من إريتريا. فيما يتعلق بالفتاوى المتعلقة بالأرض المقدسة التي تكلم عنها الدكتور جهاد العيش جزاه الله خير، وهي فعلا ورقة مهمة، وتعتبر الآن أكثر منطقة فعلا تحتاج إلى النظر بدقة في قضاياها هي القضية تقريبا الفلسطينية بوجود احتلال، مع أن هنالك أيضا كان الأخ سعد أورد قضية تحتاج كانت إلى مناقشة، وهي قضية المشاركة السياسية مثلا في ظل الاحتلال أو العمل السياسي في ظل الاحتلال. هذه أنا في تقديري
قضية فعلا تحتاج إلى تدقيق يعني ووقوف عندها. يعني لا يمكن شعب مثلا يكون رافع شعار المقاومة ومجاهدة العدو ثم تأتي فئة من الفئات تؤثر العمل السياسي في ظل هذا الاحتلال ثم تجعل من ذلك أصلا مشروعا بعد ذلك. أعتقد هذه واحدة من الإشكاليات على كل التي تحتاج إلى نظر. بالنسبة للأرض المقدسة هنالك مثلا فتوى أنا أعتقد صدرت في مرحلة من المراحل وهو عدم دخول المسلمين إلى بيت المقدس لمسألة مقاطعة العدو المحتل مثلا. هذه فتوى أعتقد أنها بنيت على اعتبار مصلحي في لحظة من اللحظات ومرت عليها الآن سنوات وعقود وتحتاج الآن في تقديري أيضا إلى نظر وإعادة النظر في مثل هذه الفتوى. والله الآن أين تكمن المصلحة؟ هل تكمن في المقاطعة أم تكمن في الدخول؟ وكيف يكون ذلك؟ بطبيعة الحال سيكون أهل فلسطين هم الأقدر على تقدير المصلحة هذه تحديدا في إطار جهادهم تقوية وتعزيزا لنضالهم أو إضعافا مثلا لشوكتهم. كل ذلك على كل يحتاج فيما يتعلق بفتاوى الأرض المقدسة إلى اجتهاد. شكرا الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أظن يوجد هناك من يريد كلمة. أنا لي مداخلة صغيرة على كلام شيخنا في قضية الحرب. مداخلتك؟ هي صغيرة تفضل. قضية الحرب على اليهود واللفظ بكلمة يهود هي كلمة أولا مخالفة لنا نحن كشرع لأن الله سبحانه وتعالى نبهنا لما حدثنا عن اليهود والنصارى وأهل الكتاب قال ليسوا سواء. ومعلوم جنابك أن كثير من اليهود الآن هم معك في قضيتك ليس دينيا إنما سياسيا مثل اليهود الحديدين وغيرهم. أقصد هذا التنبيه يجب أن يعني ننتبه إليه في خطابنا. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. أنا سأختم الجلسة. هناك واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باختصار شديد. أحمد جنابي من العراق. قال الدكتور. المداخلة بخصوص ما ذكر الشيخ على كلام الدكتور سعد بخصوص الدخول بالعمل السياسي في حالة وجود احتلال. طبعا ما ذكر الدكتور سعد توضيح فقط هو ناتج عن التجربة العراقية عندما حصل يعني هناك كانت فصائل مقاومة في العراق دخلت فئة هي ليست يعني الأغلب كانوا ليسوا من فصائل المقاومة دخلوا هذا بالتالي ضاعت يعني أصبحت يعني دخولهم في العملية السياسية ليس هناك تنسيق مع الفصائل المقاومة التي قامت بالمقاومة. بالتالي حصلت مشكلة كبيرة وضربت المقاومة من الذين دخلوا العملية السياسية. ولكن ما ذكر الدكتور سعد أنه يجب الجهة المقاومة هي التي تدخل الناس أو هي التي تقوم بالعملية السياسية من أجل المصلحة. والله أعلم. بارك الله فيكم إخواننا الأعزاء ومشايخنا الكرام. قبل أن أسلم الميكروفون والأمر إلى القائمين على هذا المؤتمر أنا أقدم الشكر والتقدير لإخواننا ومشايخنا الذين قدموا لنا وقوفهم وأقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأقدم الشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر وأشكر إخواننا الذين معنا في مقر أمات بقيامهم بخدمتكم يعني باسم جمعيتنا وباسم أمات خلال هذه الأيام. وإن كان أي فراغ نحن نرجو منكم المسامحة أن تسامحوننا إن كان عندنا يعني أي قصور أو نقص في تقديم الخدمة مع تبليغي بهذه الأمور حتى أن تكون سببا وسيلة لتصحيح إن كان هناك شيء غير صحيحا في المستقبل. ونحن تشرفنا بوجودكم خصوصا بهذا الموضوع المهم. وأخيرا أريد أن أقول وأؤكد على خلاصة ما قيل ليس على من قال وما قيل على خلاصة ما قيل بشكل عام. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا وهذه قاعدة مهمة أساسية. وهذا يدل على أنه المفتي والفقهاء يجب أن يكونوا على علم بمجتمعهم
وبالقضية التي تواجههم وبالسائل الذي يقترح عليهم السؤال اجتماعيا ونفسيا وثقافيا وسياسيا، وفي نفس الوقت أن يكونوا على علم واطلاع بالعصر والوقت الذي يعيشونه. لو نحن لم نطلع ولم نكن على علم بالسائل وبالوقت الذي طرح السؤال وبالمشكلة أو القضية وجذورها وبثقافة المجتمع وتاريخه وعصره وخلفياته، حقيقة سنقوم بفتوى ستجعلنا مضحكة أمام الناس، وهذا ليس فيه بأس، ولكن سيكون من الذين بدل أن يصلحون يفسدون. هذه النقطة التي وأنتم على علم أريد أن ألخص كلامي بهذا. والنقطة الثانية، قضية السياسة قضية مهمة، وإنكم تعلمون بأن هناك حديث صحيح يقول النبي: كانت بنو إسرائيل تسوس بالأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يدل على أن العلماء يلزم أن يكونوا في نفس الوقت، فكما أنهم يجب أن يكونوا على علم بالأصول وبالقواعد في التعلم وفي التعليم، هكذا يجب أن يكون من ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. والحديث الذي هو معروف لديكم يدل دلالة بدون تأويل على أن الأنبياء أرسلوا لأجل أن يسوسوا الناس، لأجل أن يسوسوا الناس، سيسوسوا سياسة. فسبحان الله، نحن لسنا بغنى عن فقهائنا وعن أسلافنا وعن كتبنا القديمة، وهم جذورنا، ولكن يجب أن نعلم بأن هناك وأن نتفاهم وفي نفس الوقت أن نقدر ما قيل، أن ما يقولون المجتهد يلزم من شروطه ألا يرفع المنصوب ولا ينسب المرفوع. وأنا أفهم هذا القول ويكون هذا القول، ولكن أليس من الواجب أن نقول من شروط المجتهد أن يكون على اطلاع بالمجتمع وأن يكون سياسيا نظريا ليس إجرائيا؟ هذه النقاط التي أردت أن أنقلها لكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. الآن قد انتهت الرئاسة، هذه هي الدنيا، لذلك لا تعتمدوا على الكراسي. السلام عليكم، بارك الله فيكم. الله أكبر. تفضل الأخ القائمين على هذه. في نهاية الجلسة الثالثة العلمية أود أن أشكر جميع الإخوة الباحثين جزاهم الله كل خير، وأشكر فضيلة الدكتور عبد الوهاب على حزمه وعلى لطفه. الله يحفظكم ويبارك فيكم وعلى لطف الوقت. اهلا وسهلا عزيز. طبعا أود أن أذكر أن هناك كانت جلسة علمية رابعة للأخوات الباحثات كانت عن بعد، والبارحة انتهت مع الدكتورة مريم قيس جزاهم الله كل خير، والآن في جلسة ختامية لقراءة البيان الختامي المؤتمر، وبعدها إن شاء الله عز وجل توزع الشهادات. نص
سنة تمشي بلا وار وتمشي والله ما شو أنا تكلم اللغة العربية ولم تكلم صح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. حياكم الله أيها الأكارم الفضلاء، جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى تشريفكم بهذا المؤتمر الفقهي الدولي الذي أقامته الرابطة العالمية للفقهاء ورابطة علماء سوريا بالتشارك مع الروابط الأخرى التي تعرفونها وقرأتموها في الإعلان عن المؤتمر. بارك الله فيكم وفي برنامج المؤتمر. قبل البدء في الجلسة الختامية وقراءة البيان الختامي للمؤتمر الذي سيقرأه ويتلوه فضيلة الدكتور طه الزيدي جزاه الله خيرا، أود حقيقة أن أتوجه بالشكر والتقدير لدولة تركيا العزيزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها عزيزة وشامخة دائما وأبدا. ونتوجه كذلك بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب كنجي رئيس جمعية علماء تركيا أوماد على استضافته حقيقة وكرمه النبيل ولطفه، وهو أخونا الكبير وجزاه الله خيرا، وهو رائد في هذا العمل والميدان بارك الله فيه، الذي استضافوا هذه أو هذا المؤتمر في مقره المبارك. وكذلك لا ننسى أن نشكر أخانا فضيلة الشيخ الدكتور عمر فاروق ركماز جزاه الله خيرا كذلك على جهوده الطيبة في إقامة هذا المؤتمر في هذا المكان المبارك الذي هو حقيقة كما سمعت من فضيلة الشيخ عبد الوهاب هو مقر حقيقة، وهذا المقر تقام فيه جهود علمية كبيرة جدا من ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وملتقيات، وهو منارة حقيقة لكثير من دول العالم. فجزاهم الله خيرا علماء تركيا، وهذا هو المعهود بهم ومعهود بأخينا وشيخنا الدكتور عبد الوهاب جزاه الله خيرا على كرمه ونبله وأخلاقه وسعة صدره. وكذلك أنا أتوجه بالشكر والتقدير لرؤساء الجلسات العلمية الذين ترأسوا الجلسات العلمية كل باسمه ووصفه، لا أريد أن أذكر أسماءهم، ولكن نقول على سبيل الإجمال والعموم كل باسمه ووصفه. وكذلك كانت عندنا بالأمس الحمد لله رب العالمين جلسة إلكترونية عن بعد لمن تعذر حضورهم لهذا المؤتمر وقدموا أبحاثا، فمن باب الاحترام والتقدير لمن شاركنا مشاركة علمية أن نحترمه وأن نجعل وأن نتيح له الفرصة أن يتكلم بحثه ومختصره العلمي الذي قدم للمؤتمر. فلذلك ارتأت إدارة المؤتمر وفضيلة الشيخ برهان جزاه الله خير على هذه الفكرة الطيبة أن نقيم جلسة إلكترونية عن بعد، وكان فيها بعض الباحثات من عدة دول، وكذلك الإخوة الباحثون الذين تعذروا حضورهم لأسباب. الشاهد أقيمت بالأمس هذه الجلسة الإلكترونية عن بعد طبعا بنفس العنوان، وهي كذلك مدرجة في برنامج جلسات المؤتمر. كذلك لا أنسى الإخوة المشايخ أصحاب الفضيلة الذين شاركوا في أبحاثهم وكذلك أتوا من دولهم وتجشموا عناء السفر، فلا أقول إلا أن جزاهم الله خير الجزاء وجزاء الخير على مشاركتهم الفاعلة وتقديمهم لأبحاث علمية. وحقيقة وردنا كثير من الأبحاث لهذا المؤتمر ومن عدة دول تقريبا من 20 دولة حقيقة، ولكن حاولنا وارتأينا كاللجنة المنظمة فضيلة الشيخ برهان والطه والأخوة المشايخ أن نتخير أجودها وأحسنها وأفضلها كما رأيتم، وهذا حال المؤتمرات. فبعض المؤتمرات ممكن يقدم لها أكثر من 50 60 70 بحث، ولكن لا تختار إلا ربما 20 أو أكثر بقليل بحسب ما يكون هذا البحث مناسب لعنوان المؤتمر، وكذلك الإطار العام الذي سلكه الباحث من حيث المنهجية العلمية عند اختياره للجزئية التي يريد أو أراد أن يكتب من خلالها. فأتوجه للباحثين جميعا كل باسمه ووصفه، لا نريد كذلك أن نطرح الأسماء،
فكل باسمه ووصفه أن نشكرهم حقيقة الذين شاركونا في جلسات هذا المؤتمر، الجلسات الأربع سواء الثلاثة العلمية أو الإلكترونية عن بعد. فكذلك لا أنسى أنه يعني لأن من فقه الفقه كما يقال، من فقه الفقه أن نعيش الواقع أو أن يعيش الفقهاء الواقع. ومن باب سبحان الله يعني هذا الترتيب رباني أنه يوجد في المؤتمر، مع أنه المؤتمر من عدة أشهر قرر مع فضيلة الشيخ برهان، يعني من تقريبا 6-7 أشهر. فالشاهد سبحان الله من الموافقات أن 3 من الباحثين من 2 من غزة وهم من فلسطين، وكذلك توجد أبحاث 3 في المؤتمر عن قضية فلسطينية، وكما سمعتم وأحد الأبحاث كما تفضل الشيخ عبد الوهاب كذلك عن نوازل الأرض المقدسة. كذلك سبحان الله ارتأت اللجنة المنظمة وبعد التشاور أن نقيم ندوة يعني على، وكانت هذه الندوة أو تكون هذه الندوة يعني جلسة علمية رئيسة، وطبعا موعدها اليوم إن شاء الله تعالى بعد العصر من الساعة 4 إلى 6، ويشارك فيها نخبة من العلماء والدعاء من عدة دول، وندعوكم جميعا طبعا لحضورها. وهي جلسة رئيسة في المؤتمر ليست على الهامش كما يقال، ذلك كانت مبوبة ومعنونة من ضمن جلسات المؤتمر، ليست على الهامش، لا هي أساسية من باب فقه الفقه ومواكبة الواقع الذي نعيش. فليس من الفقه أن ألا يواكب الفقيه فقه عصره أو حادثة عصره أو نازلة عصره وواقعه الذي يعيش وزمانه ووقته. فارتأت اللجنة المنظمة أن تقيم هذه الندوة، وندعوكم لحضورها إن شاء الله تعالى اليوم بعد العصر كما ذكرنا. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، كل باسم وصفي لا أستثني منكم أحدا. ثم الآن ننتقل إلى الإخوة الفضلاء لقراءة البيان الختامي لهذا المؤتمر، ثم بعد ذلك يعني تكريم متواضع بارك الله فيكم من إدارة المؤتمر، شهادات. وطبعا كل من حضر المؤتمر، وهذا أعلناه بالأمس وكان الشيخ الدكتور طه، يعني كل من حضر المؤتمر له شهادة، ستكون شهادة إلكترونية لمن سجل اسمه ورقم هاتفه، وهذه الشهادة تمنح من منصة أريد الدولية العالمية، وهي مجانا بالرابطة العالمية للفقهاء مع منصة أريد، وكذلك رابطة علماء إريتريا والقائمين على المؤتمر. هذه ستمنح مجانا، ولكن بشرط أن يسجل اسمه كاملا تاما، وأن يكون عنده كذلك رقم الهاتف الواتس يعطيه للدكتور طه حتى يمنح هذه الشهادة. وهذا من حق أي واحد حضر جميع جلسات المؤتمر. لا أريد أن أطيل عليكم، وأحببت في هذه الكلمات أو الكلمات والجمل وأرحب بكم يعني ترحيبا. جزاكم الله خيرا في ختام هذا المؤتمر، ونترك الآن المجال لأخينا جزاه الله خيرا لتلاوة وقراءة البيان الختامي. شكرا رئيس المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيان الختامي للمؤتمر الفقهي الدولي الثاني للرابطة العالمية للفقهاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد عقد بمشيئة الله تعالى المؤتمر الفقهي الدولي الثاني للرابطة العالمية للفقهاء تحت عنوان الفتوى والإفتاء المعاصر، الضوابط والمنهجية والآثار في إسطنبول تركيا في يومي الجمعة والسبت 3 و4 من جمادى الأولى من عام 1445، يوافقه 17 و18 من شهر تشرين 2 نوفمبر من عام 2023، بالتعاون مع رابطة علماء إريتريا وجمعية علماء تركيا أومار ووقف إسطنبول للتعليم والتضامن ومنصة أريد العلمية وجمعية آية، وبمشاركة عدد من الفقهاء والعلماء والباحثين من مختلف دول العالم الإسلامي ضمن 4 جلسات. وقد اتفق المشاركون في المؤتمر على التوصيات الآتية. أولا، نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العالي لدولة تركيا على احتضانها لهذا المؤتمر، ونخص بالذكر جمعية علماء تركيا أومار على إقامة هذا المؤتمر الدولي في مقرهم المبارك، ونسأل الله تعالى
أن يعظم لهم الأجر والمثوبة. ثانيا بيان أهمية الفتوى ومكانتها في الإسلام وأثرها في الأمة ودورها في حفظ الدين وحماية المجتمع وضرورة ترشيدها وتقويم مخرجاتها، وهذا يعد واجبا شرعيا على المؤسسات التي تعنى بالدراسات الفقهية وتقوم برعاية الفتوى، ومنها الروابط والمؤسسات الشرعية والمجامع الفقهية ودور الإفتاء والشخصيات العلمية المتخصصة بالعلوم الشرعية. ثالثا التأكيد على مدى أهمية دور المفتين والفقهاء في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، وبخاصة في قضايا النوازل والمستجدات الفقهية المعاصرة، مما يوجب تعزيز مكانتهم ومنزلتهم في نفوس الأمة. رابعا يجب أن يتحلى المفتي بتقوى الله عز وجل وخشيته، وأن يكون ظاهر العدالة، وأن يتصف بالأخلاق الحسنة والقدوة الطيبة، ولين الجانب، ورعا حكيما، ولا يخشى في الله لومة لائم، وأن يتخلق بالشجاعة والتواضع والصدق وأداء الأمانة وقوة الإرادة والإحساس بالمسؤولية المناطة به، وحسن التدبير والحكمة عند الإفتاء في الحوادث والنوازل. خامسا وجوب إبراز وإظهار شمولية وكمال الأحكام الشرعية ومدى صلاحيتها لكل زمان ومكان، وبيان مدى الحاجة الماسة لها في كل الأوقات وشتى المجالات وسائر الأحوال والظروف، ووجوب العمل على درء الشبهات المثارة حولها. سادسا التأكيد على نبذ التعصب الفقهي والانحياز المذهبي في الفتوى والإفتاء البعيد عن أدلة الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وأصول الترجيح الفقهي، وأن الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجب عند التنازع والاختلاف. سابعا للفتوى المعاصرة المبنية على أدلة الكتاب والسنة والأدلة المعتبرة أثر في حفظ ثوابت الدين ومحكمات الشريعة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الأمة وحماية المجتمعات من الشبهات ومعالجة الأفكار المنحرفة. ثامنا للفتوى المنضبطة دورها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحل المشكلات التي تتعرض لها مختلف المجتمعات، مما يؤدي إلى تحسين حياة الناس وتجويدها في مختلف المجالات. تاسعا إن ما تعاني منه المجتمعات الإسلامية عموما من أزمات وانحرافات إنما هو نتاج الفتاوى الشاذة المخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومقاصد التشريع ونهيها عن المنهج الرباني الوسطي المعتدل. عاشرا ضرورة التكامل بين المفتين من فقهاء الأمة والمتخصصين في مختلف العلوم المتنوعة كالطب والفلك والصيدلة وغيرها من العلوم في معالجة قضايا النوازل والمستجدات الفقهية المعاصرة. 11 إن باب الاجتهاد في الفتوى والإفتاء لا يزال مفتوحا، وإن لهذا الاجتهاد أصولا وقواعد وضوابط تحكمه، مما يحتم العمل على دراسة المواضيع والقضايا الفقهية المعاصرة وفق منهجية علمية موضوعية محددة ومنضبطة قبل إصدار الفتوى في قضايا النوازل وبيان الحكم الشرعي فيها. 12 لمؤسسات وهيئات الإفتاء المعاصرة دورها وجهودها في ترشيد الإفتاء والتصدي للفتاوى الشاذة وفوضى الإفتاء الصادر عن غير المتخصصين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي من غير أهله، وبيان آثارها على استقرار المجتمعات الإنسانية. 13 نؤكد
على أهمية دراسة صناعة الفتوى وبيان منهجية الإفتاء المعاصر في تنزيل الأحكام الشرعية على المستجدات المعاصرة، وبيان أثر الفوضى والاضطراب في فتاوى الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وسبل معالجتها وترشيدها. 14. العمل على دراسة مخرجات المؤسسات التي تتبنى الإفتاء الجماعي المعاصر والمتخصص ودورها في تحقيق المناط والتكييف الفقهي ومراعاة الواقع والمتوقع والفقه التنزيلي لمعالجة النوازل والمستجدات المعاصرة. 15. ضرورة التعريف بالجهود العلمية لفقهاء الشريعة الذين تصدر عنهم الفتاوى وتمتين التواصل العلمي بين أهل الفتوى ومد جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات الشرعية. 16. نوصي دول العالم الإسلامي بأهمية اعتماد المرجعيات الفقهية الجماعية في كافة المجالات وبخاصة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والإعلامية من خلال هيئات شرعية إفتائية متخصصة في مجال الفتوى والإفتاء لتعزيز ثقافة الحلال والحرام وبيان الأحكام الشرعية في معاملات الناس وعباداتهم وفي شتى مجالات الحياة ضمن منهجية واضحة توحد شتات الأمة وتجمعها ولا تفرقها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. المشاركون في المؤتمر الدول الثاني للرابطة العالمية للفقهاء اسطنبول تركيا يوم السبت الرابع من جماد الأولى سنة 1445 الموافق ليوم 18 من تشرين ثاني نوفمبر 2023. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء. جزاك الله خيرا دكتور طه على قراءة وتلاوة هذا البيان الختامي، وختام المسك مع فضيلة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ برهان الأمين العام لرابطة علماء إرتريا في كلمة جزاه الله خيرا في ختام هذا المؤتمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يخفى على شريف علمكم أن الله سبحانه وتعالى رفع درجة العلماء وأشهدهم سبحانه وتعالى على وحدانيته وعلى أحقيته بالعبادة والألوهية سبحانه وتعالى مع الملائكة. وكما أنه رفعهم سبحانه وتعالى فقد كلفهم أيضا بمهمة عظيمة هي من أهم المهمات التي كلف بها الرسل، وهي تبليغ هذا الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والبلاغ أيضا يجب أن يكون بلاغا واضحا بينا يؤدي الأثر المطلوب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا المؤتمر المبارك الذي حصل في هذه الدولة المباركة وفي هذا المقام المبارك وهو جمعية أماد، وما فيه من الإخوة المباركين العلماء العاملين نحسبهم والله حسيبهم، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور عبد الوهاب الكندي ومن معه. الحقيقة زاد نور على نور. وهذا المؤتمر المؤمل منه أن بعد أن قدم هذه البحوث العظيمة وهذا النور الكبير أن يطبع أو يجمع هذه البحوث ثم يطبعها في كتاب تستفيد منه الأمة. عشنا يومين عظيمين فيها من العلوم والبحوث والطرح
المبارك. الحقيقة أنا عن نفسي استفدت استفادة كثيرة جدا من هذه البحوث النيرة التي حقيقة تذكر فتشكر. وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر دولة تركيا التي أتاحت للعلماء وكانت حقيقة مجمعا لأهل العلم في هذا المكان وفي هذه الدولة المباركة التي احتضنت كثيرا من العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فجزاهم الله عن هذه الأمة خيرا ورفع قدرهم كما أنهم فتحوا صدورهم واستقبلوا أفضل علماء هذه الأمة، لأن الذي ترك دياره وبيته إنما تركه من أجل الله ومن أجل الصدع لكلمة الحق. وهذا الذي تعنيه هذه المؤتمرات حينما تذكر أمثال هؤلاء بأن يصدعوا بكلمة الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. ولا شك أن في ذلك أذى وفي ذلك ابتلاء وفي ذلك بلاء، ولكن النتيجة أنها رضاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انظروا إلى هذه الجائزة الكبرى لكل من يخرج في سبيل الله وينطق كلمة الله. لا تفتقر مع الله عز وجل، لا يصيبك أذى، وإن أصابك فهو في سبيل الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كرر شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الأستاذ كامل صبحي صلاح جزاه الله خيرا على ترأسه أولا للرابطة العالمية للفقهاء، وهذه الفكرة المباركة التي إن شاء الله نتمنى أن تكون هي حقيقة رائدة الفقه في العالم الإسلامي. نحن اليوم بحاجة إلى الفقه الحر، إلى كلمة الحق، لا أن نرتبط بأجهزة الدول ولا أن نرتبط بمن يملي علينا إملاءات ويأمرنا وينهانا، وإنما نحن أحرار ننطق وقت ما يأمرنا الله عز وجل بالنطق في حين المصلحة بالتوازن مع الحكمة بين المفسدة والمصلحة، وأهل العلم والفضل أدرى بهذا. ولذلك هذه الرابطة العالمية للفقهاء نتمنى لها أن تكون فعلا كاسمها الرابطة العالمية للفقهاء، حتى تكون فعلا تأخذ من كل علماء هذه الأمة وتفيد الأمة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الحالة وفي هذا الوضع أن يرفع عن إخواننا المجاهدين وإخواننا الفلسطينيين في غزة، أن يرفع عنهم هذا البلاء. وأستسمحكم أن أدعو الله عز وجل لهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن إخواننا المستضعفين في غزة هذا البلاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنهم هذا البلاء. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الصهاينة الغاصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأقدام من تحت أرجلهم والق الرعب في قلوبهم. اللهم خالف بين وجوههم، خالف بين كلمتهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين بهلاكهم، اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في تركيا، اللهم بارك لنا في تركيا حكومة وشعبا، اللهم بارك لنا في تركيا حكومة وشعبا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام رد إليهم مجدهم
وخلافتهم بل وخلافة المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تعيد إلينا الخلافة الإسلامية، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة قدير يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا جميعا. اللهم يا رب اغفر لمن حضر في هذا المؤتمر. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجمعنا بنبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. كلمة مع أخوة الشيخ عبد الوهاب جزاه الله خير. على المنصة لابد أن تتكلم حتى لو لا كلمة بفضيلتك. أنا أرجو من حضراتكم الدعاء سلاح المؤمن والدعاء مخ العبادة، ونحن بأشد الحاجة إلى دعواتكم، وندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المحبوبين لديه، وأن يجعلنا وسيلة وسببا لتحرير القدس وفلسطين ومسجد الأقصى. وأدعو لكم وأرجو منكم الدعاء وأقدم الشكر لكم، وإن شاء الله نحن كمثل الجسد الواحد، وأدعو أن يجمع الله بيننا وبينكم في الجنة كما جمع الله بيننا في هذه الدنيا. ويعني في الحقيقة كل ما نقوم به لأجل رضا الله تعالى. يعني هذه النقطة الأخيرة التي يلزم أن نذكر بعضنا بعضا، يعني بأن حتى أكلنا وشربنا وقيامنا وقودنا يلزم أن لا تكون بعيدا عن النية، لأن النية تجعل العمر والوقت والنوم والكلام والجلوس تجعل جميعه عبادة. لو نحن دخلنا في هذا المناخ سنجد بأن العالم قد أصبح حرا من صخرة الصهاينة التي أغلقت الغارة علينا، والتحرير من هذه الصخرة قصة أهل الغار معروفة لا يمكن أن تتحقق إلا بما قال به الرهط: اللهم إن فعلت هذا لأجلك ففرج عنه. العمل مهما كان غاليا، مهما كان ثمينا، مهما كان مهما، بيت القصيد في الحديث: إن فعلت ذلك لأجلك. نحن الآن في الدنيا وهي غار، وصهاينة صخرة نزلت وأغلقت باب الغار علينا. الموت للصائف لا تدفع الغار، إنما تدفع الغار لأجل تحرير من حبسوا في الغار، وهم المسلمون أولا والإنسانية ثانيا. اللهم إن فعلت هذا لأجلك ففرج. بارك الله فيكم. نية الرجال تقلع الجبال كما دفعت الصخور عن الغار في قصة أهل الغار. بارك الله فيكم والسلام عليكم. الله يكرمك. جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور عبد الوهاب على كلمات الطيبة، وفضيلة شيخنا الشيخ برهان على كلماته الطيبة. والآن يعني مع التكريم المتواضع للمشاركين والباحثين جزاهم الله خيرا، فليتفضل أصحاب الفضيلة التكريم. اللهم يا رب اجمع بيننا في الجنة على سبيل المتقابلين. اللهم يا رب بذلك كبير أبدا نحن نجوع. الدكتور عمر فاروق قرطمز، تفضل أستاذ. موجود دكتور عمر موجود. مدرك سؤال من الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد خليك معنا استاذ الميكروفون الميكروفون تبع القناه إذا عملنا نزور أي كاميرا هذه يا الله دخلوا سؤال أنت دخلت العلماء خوفونا قالوا من نسب الفاعل ورفع المفعول لا يمكن أن يكون عدما. لذلك ركزنا على اللغة العربية كثيرا حتى أن نكون من خدمة الأفعال الخمسة عندك أن تنصب فيجب حذف النون من آخر الأفعال الخمسة. من يصورش؟ الآن مدحت ورديت أكثر. هو الشيخ جهاد عايش تفضل. الشيخ جهاد عايش تفضل. أنا معكم. الدكتور سيف السويدي موجود هنا؟ الشيخ برهان سعيد تفضل. تفضل استلمها عن الشيخ سيف. طيب نيابة عن الدكتور سيد الأستاذ مثنى حميد شهاب. نعم تفضل. الأستاذ الدكتور فاضل أحمد حسين. دكتور صدام حسن خضير تفضل. اللي حضر بالالتزام نعطيه شهادتين. الأستاذ الدكتور إسماعيل حبيب محمود السامرائي. دكتور إسماعيل موجود؟ موجود. تفضل. أنت لا تكرر باسمك. نعم. الدكتور عطية عدنان. ذهب. إذا كان طيب. دكتور طه أحمد الزيدي تفضل. القارئ إسماعيل البريدي تفضل. الشباب قربوا للشيخ على ناديها سريعا. دكتور جاسم سلمان الشمري. شمري؟ الأستاذ الدكتور ضياء محمد مشهداني. قناة حق الفضائية نتسلم عنها. نعم. شبكة سلام الإعلامية. الشيخ برهان.
ولا الإمام؟ هذاك الذي تعب. الله يجزيك خير. دكتور محمد صالح مهدي. السلام جزاهم الله خيرا على التغطية الإعلامية وعلى أخلاقهم الإعلامية. تفضل دكتور محمد صالح. تفضل دكتور محمد صالح مهدي. أستاذ دكتور صباح طه البدري. دكتور صباح طه البدري. تفضل. الدكتور عمر قيس عباس الجميلي الجميلي. دكتور عمر قيس عباس الجميلي. الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد النعيمي. الدكتور أمين خضير المصلح. نعم. الأستاذ حسن ذياب هنا. الدكتور محمد خطاب. حيا الله النشامة. الدكتور غازي التوبة. العبد الفقير معاذ أبو صالح. الشيخ معاذ أبو صالح. الله يجزاك. الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد عباس. الأستاذ سليم حافظ عن وقف ومؤسسة جيل القرآن. الأستاذ سليم مدير المكتب الإعلامي. الأستاذ الدكتور أحمد محمد السعدي. الأستاذ حسين بشار يشار أوغلو. الأستاذ حسين يشار أوغلو. دكتور عطية وصل. وأيضا دكتور عبد الحي يوسف. دكتور عطية. دكتور عطية عدنان. تفضلوا. بالتم. دكتور عمر قيس. تفضل. الأستاذ حسن الدياب. اكتمل التوزيع وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
Hey